واكبر مشكله بتحصل يا عمر انه دايما بيبقى موجه عينه للسفر اللي بره باي طريقه باسرع سرعه ممكنه، واكبر غلطه بيعملها في حياته ان هو بيضرب في العمله. غير يبقى فيه كليات بدون ذكر اسماء المدن ممكن بيسقطك مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة تعسفا، وان من وجهة نظره ان ده من براند الكلية دي، ان من ايجو كلية طب جامعة كذا، ان مفيش حاجة اسمها انك تبقى من رعاع الصحة مش ابن الجامعة وتاخد ماجستير عندنا من اول مرة. فانت لما بتقدر انك تبقى طبيب حر فوقتك بيبقى ملكك بقى، فتقدر انك تبقى الصبح في مكان وبالليل في مكان. يعني تعالى لما اكلمك على المثال النموذج اللي احنا بنقوله، حد زي دكتور اسلام ابو يوسف. وبرضه السؤال الثاني، اتجوز واحده في مجالي ولا واحده بعيدا تماما عن مجالي؟ انا عارف ان في ناس كده وفي ناس كده بالظبط. انا بتكلم برضه على رائد الاعمال اللي عاوز ان هو يفتح مشروع يعمل كذا، يا بختك لما تكون واحده في مجالك. اهلا بيكم في حلقه جديده من سلسله اشتغل ايه. النهارده حلقه مميزه جدا غير العاده. عاده احنا بنستضيف ناس من التك اكتر. النهارده احنا بنستضيف باشمهندس دكتور متعود على باشمهندس دي. لا بنستضيف دكتور محمد الشيخ، سي او شركه اشفاء فور هيلث كير سيرفيسز. انا سعيد جدا يا دكتور ان انا معاك. انا دكتور سامحني ان انا لساني متعود على كلمه باشمهندس دي. ولا يهمك حبيبي، ربنا يبارك فيك. سعيد جدا ان انا معاك والله، وسعيد ان في بودكاست اسمه جوده. يعني لما من البدايه الكوردينيتورز معاكم كانوا كلموني عن البودكاست وكده، فانا بسال عنه، كان اول حاجه عجبتني انه اسمه جوده اصلا ومهتم بالجوده، وربنا يا رب يجعلنا من اهل الجوده يا رب ان شاء الله. يا رب يا رب. انا عامه انا سعيد ان حضرتك معانا النهارده. انا اسعد والله. والدكتور طبعا يعني الشركه اشفاء شركه كبيره ليها 3 افرع في 3 دول. والدكتور النهارده هو جاي من مشوار طويل، فيعني شرف كبير ليا ان حضرتك جيت. شرف ليا والله، ربنا يبارك فيك. وان شاء الله يعني نفيد الناس سواء في العنوان البودكاست نفسه كجودة أو كالسلسلة اللي انت ماشي فيها دلوقتي في نقطة أشتغل إيه. لأن إحنا دلوقتي يعني نتمنى أن الحلقة دي تفيد خريجي 7 كليات مهمة جدا. طبعا انت خلال الفترة اللي فاتت مركز جدا طبعا مع خريجي هندسة والكلام ده، هو من أشهر الناس برضه في موضوع كاري شيفت. أنا عايز النهاردة يعني نستقطب الكلام لخريجي 7 كليات. ال7 كليات دول هم كلية طب بشري، وكلية صيدلة، طب أسنان، وعلاج طبيعي، وتمريض، وعلوم. فالناس دي احنا نقدر نفيدها بحاجات كتيرة جدا جدا جدا. تاني عشان تفتكر ال7، بص افتكر الأول ايه: طب بشري، تمام، وصيدلة، وطب أسنان، وعلاج طبيعي، وطب بيطري، تمام. اوكي. وبعد كده تمريض وعلوم. ال7 كليات دول في مهن كتيرة جدا. بمناسبة أشتغل إيه، يقدروا إن هم يشتغلوا فيها وتفيدهم بشكل كبير، خصوصا لو كانوا عايزين يعملوا كارير شيفت. في ناس بتبقى بتحب الشغل بتاعها، حد مثلا هو طبيب أسنان وبيحب شغل الأسنان، بس لازم نعمل حسابنا برضو ان بيكون في طبيبة اسنان ما بتطقش اصلا انها تبقى في بوزيشن ان حد بيفتح بقه اصلا. بالزبط. حاولت وضغطت على نفسها مرة واثنين وثلاثة وسنة واثنين وثلاثة، مش طايقة فعلا نفسها ان الكلية تخلص عشان تشتغل اي حاجة في الدنيا غير طبيبة اسنان. في ناس كده. كذلك مثلا في الطب البيطري، في ناس بتكون حابة الطب البيطري جدا، ناس مثلا اهاليها عندهم مزارع، خصوصا مزارع خيول، مزارع عجول، بزنس طبعا كبير جدا واغنى واربح من حاجات كتيرة جدا. ولكن في ناس بتبقى احيانا دخلت طب بيطري لمجرد انها فرقت درجتين في التنسيق ما بين كلية وكان عاوزها، واضطر ان هو يدخل بيطري. فبيبقى عنده مشكلة كبيرة جدا 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 في الموضوع طول فترة سنين الدراسة. خصوصا ان انا من الناس اللي وجهة نظرها ان طب بيطري اصعب من طب بشري. يعني ده على عكس ما ناس كتيرة متوقعة. بيطري اصعب من بشري بكتير على فكرة، لانك انت في طب بشري بتدرس الانسان بس، انما انت في طب بيطري بتدرس باقي الكائنات،
بشكل صعب جدا، ما هوش اناتومي واحد ولا فيسيولوجي واحد ولا باثولوجي واحد. فانا شايف ان كليه الطب طريق من اصعب الكليات، فلما بيكون حد من البدايه متعسف فيها وداخلها مجرد مجموع، في الموضوع بيبقى صعب عليه جدا جدا. وبيبقى بعد كده يعني خصوصا الناس بقى اللي عندها مثلا انيموفوبيا مثلا او بيسموها زونوفوبيا، ان هو ما بيحبش التعامل مع الحيوانات ايا كانت. طب هيكمل باقي حياته ازاي اصلا؟ ما هو بقول لك احيانا ممكن يكون غصب عنه مجرد المجموع مثلا، ان هو كان بيذاكر وكان مثلا حلم ان هو يدخل طب بشري مثلا، وان كان ربنا عافاه منها يعني فاهم. فهو دخل مضطرا، فبيبقى عنده ازمه في الموضوع ده. فحاول برضو مره واثنين وثلاثه في التعامل حتى مع البيتس او مع الحاجات، مش قادر في الوقت اللي فيه ناس انترستد في ده جدا. فيبقى اول ما بيخلص كليه، بل من قبل ما بيخلص كليه وهو بيفكر في حاجه تانية، عايز يشتغل حاجه تانية. كذلك في ناس في الصيدله بيحبوا الصيدله جدا، او حد من اهله عنده صيدليه او سلسله صيدليات او كده، وهو شارب المهنه وانترستد في الموضوع ده، او شركه ادويه وكده. انما في ناس هو ما بيحبش مهنه الصيدلي اصلا، وتبقى ازمه اكبر كمان لو هو كمان ما بيحبش كمان مهنه الميديكال ريب كمان، فدي ازمه اكبر. فعاوز يشوف حل لده خلاص، يعني يقول لك انا مش هقعد اكفر طول عمري على غلطه سؤالين في ثانويه عامه ولا مش عارف ايه. فدي مشكله كبيره جدا جدا. فاحنا من الحاجات اللي اتمنى انها تفيد ناس كتير النهارده في نقطه اشتغل ايه، سواء الناس اللي بتفكر في كارير اد او في الناس اللي بتفكر في كارير شيفت، يعني اتمنى ان احنا نساعدهم في ده جدا يعني. وانا عايز اقول لك برضو ايه الفرق بين الكارير اد والكارير شيفت عشان يبقى الموضوع واضح. انا واحد من الناس اللي بالنسبه لي كان موضوع الجوده واداره الجوده الشامله واداره الرعايه الصحيه والكلام ده هي كارير اد وليست كارير شيفت. بمعنى ايه الفرق بين الاثنين؟ كارير شيفت واحد ساب مهنته الاساسيه وراح اشتغل مهنه تانية وترك مهنته الاساسيه، ده اسمه كارير شيفت. تمام. انما الكارير اد ان حد هو في مهنته واضاف اليها امور اخرى تفيده في مهنته. فانا كطبيب بشري في تخصص الامراض الباطنه، انا الحمد لله كنت وما زلت وساظل ان شاء الله طبيب بشري، وانا بحب الطب البشري جدا جدا. وكان بالنسبه لي العلوم الاخرى سواء في الهيلث كير مانجمنت او هيلث كير كواليتي هي علوم اضافيه بالنسبه لي ككارير اد، فادني جدا جدا سواء في ممارسه الطب او في اداره الرعايه الصحيه، اداره المستشفيات والمراكز الطبيه وشركات الرعايه الصحيه زي الواحد بيديرها دلوقتي في اشفاء الحمد لله. بس حضرتك لا تمارس مهنه الطب؟ لا بمارس الحمد لله، بتمارس مهنه بشكل كبير وبشكل يومي الحمد لله. فدي من الحاجات اللي فرقه بشكل كبير. في ناس معتقده ان الشكل التقليدي للطبيب اللي هو بس يكون بيروح عياده مثلا من وقت من الساعه كذا لكذا وخلاص، لا في او لو كرييتيف شويه هيبقى في مستشفى بعدين عنده العياده بتاعته مثلا يعني ده جزء. أيه. انما في حاجه اسمها طبيب الشركات، ان بيبقى الشركات الرعايه الصحيه بيبقى فيها طبيب وشغال بدوام كلي وبيتابع في الواحد، مش بقى كمان بيتابع مرضى دوله واحده، لا الحمد لله احنا في اشفاء عندنا مرضى دوليين من دول العالم المختلفة. يعني معانا مرضى من مصر ومن السعودية، من قطر، من ليبيا، من الكويت، من الإمارات، من جنوب أفريقيا، من الولايات المتحدة الأمريكية، من ألمانيا، من دول مختلفة. فإنك تبقى يوميا متابع مع الإدارة الطبية المتكاملة اللي فيها استشاريين وأخصائيين من دول مختلفة، بتتابع وبتناقش الحالات الطبية وإيه اللي يتم معاها وهكذا. وعلى الرغم من ذلك أنا تقريبا لم أتقاضى أجرا كطبيب في إشفاء خالص. يعني أنا أحيانا ممكن يكون أنت بتعمل أونلاين كونسلتيشن لمريض معين as a gift for free، أو أحيانا بعض الهوم فيزيتس كزيارة كشف منزلي لأحد السفراء أو أحد الوزراء، وبتبقى كمجامله. انت رايح مثلا سفير دوله مثلا ويطلبك، فهو نوع من الابريشيشن ان انت كطبيب ومدير الشركه رايح بتكشف عليه بنفسك وكده. فده بنبقى طبعا نوع من الابريشيشن وتوثيق العلاقات ما بينه وبين بعضها. وبيبقى دايما في ظرف كبير كده انا نفسي اعرف يبقى فيه بس انا طبعا بعتذر عن هذا الظرف وبشكره عليه جدا، وبتبقى نوع من الكومبليمون كده يعني مننا كشركه ليه، ودعم ما بين علاقات الدول وبعضها الحمد لله. يعني حضرتك لما بتمارس مهنة الطب فهي من خلال شركة إشفاء؟ من خلال شركة إشفاء بشكل حصري في الشركة. بس ما فيش أي شغل برا، ما فيش عيادة أي حاجة؟ لا أنا عشان ما فيش وقت لأن أنا فول تايمر، فأنا مركز بشكل كبير جدا جدا في الموضوع ده. وحتى لو اشتغلت في عيادة هيبقى في أحد عيادات إشفاء إن شاء الله. فدي نقطة مهمة. احنا مقرنا في مدينة نصر
في جزء خاص بالعياده، بس انا مش موجود في مصر اغلب الوقت، بسافر ما بين الدول المختلفه سواء في السعوديه او في قطر او في غيرها. فالمكان بتاع مكتبي وعيادتي وهكذا موجوده في احد مقراتنا في مدينه نصر الحمد لله. يا رب يا رب يزيدكم يا رب ان شاء الله. انا بصراحه شفت الشغل يعني ما شاء الله واضح ان الكواليتي بتاعت الشغل عاليه جدا الحمد لله. الحقيقه ان انا لما كنت باجي افكر قبل كده فبقول لنفسي انا على طول احب اعمل كده زي منتال اكسرسايز، اقول لنفسي انا لو مكان هذا الشخص هعمل ايه. فانا ليا ناس اصدقائي اتخرجوا من طب فبيبقوا بشوفهم دخلوا في اللي هي الدوامه بتاعت صح. المستشفيات الحكوميه، بعدين اطلع اخش مستشفيات خاصه، بعدين مش عارف اقعد كام سنه قبل ما اعرف افتح العياده وكل الحاجات دي بالظبط. طيب انا والدي كان عايزني ادخل طب وانا كنت امريكان، فكان عايزني ادخل طب، فينفع ادخل طب وينفع ادخل هندسه. طبعا لو كنت جبت مجموع طب كنت هدخل زي ما هو عايز يعني، ولكن ربنا الحمد لله اشاء ودخلت هندسه واداني اوبشن ان انا اعمل الشيفت كارير. ممتاز. بقول لو انا كنت في طب كنت هعمل ايه؟ انا كان في مخيلتي زي ما قلت لحضرتك احسن حاجه ممكن تعملها كدكتور انك تفتح عيادتك الخاصه. بس لما نيجي نبص في موديلز تانية مثلا زي مثلا يعني ناس اسماء عملوا مستشفيات وبقت مستشفيات كبيره وبقوا مليارديرات، في الناس في السعوديه بالذات معروفين بالحاجات دي. انا لو انا اتخرجت من طب النهارده ايه الفرص اللي قدامي؟ علشان مش عايز اشتغل، مش عايز امارس مهنه الطب بذات نفسها، بس عايز اعمل بيزنس حاجه الار اي بتاعها حلو وكويس ليا، بس مش يعني بس مش عارف اروح فين. مهنه الطب لجمتني برضو، انا واخد علم مش عارف اعمل بيه ايه. ممتاز، كويس جدا. انا سبحان الله وانت بتتكلم عن كلمه الدوامه، انا كان في احد المحاضرات اللي كانت في كليه طب الفيوم كاتبه عنوان كده، كانت المحاضره اسمها الدوامه. والله سبحان الله. يعني ممكن لو عرفت ابقى اجيب لك ليها لينك مثلا على فيسبوك او كان لينك كان في ناس صورتها بحيث انها تبقى موجوده برضه، ممكن تحط في اللينكات في الديسكريبشن حد يستفيد منها. كان الهدف من المحاضره ازاي انت كخريج من كليه الطب ما تركبش الدوامه، ما تتحطش في الدوامه اللي كل طلبه الطب بيتحطوا فيها وتتهرس معاهم في هذه الدوامه، بان يكون عندك فيجن لايه هي المجالات الاخرى اللي ادي لنفسك فرصه فيها انك تعملها، وما تبقاش كل اللي بتفكر فيه ازاي تسافر بره على طول او تعمل حاجه تانية او كده. فانا خليني اديك برضو فكره، يعني ممكن هكون برضو انا عارف انك خلفيتك طبعا كانجينيرنج باك جراوند اكتر، بس ممكن يكون البودكاست ده بيشوفوه كتير من خريجي الكليه الطبيه زي ما قلنا. فخليني اديك تفاصيل اكتر عن الدوام. الدوام عندنا كبيره قوي خصوصا بالنسبه للطب البشري. انت بعد ما بتخلص الكليه حاليا على النظام الجديد في 2 امتياز. بعد 2 الامتياز انت بتنتظر ان بيكون في تكليف، عارف زي المسلسل بالطو والحاجات دي وخرطوش اللي في باي ترشوق حاجات كده فاهم، وتقعد تروح قرى نائيه، وبعد التكليف بتنتظر حاجه اسمها نيابه، وبعد النيابه دي بتبقى برضو احيانا في مستشفى مركزي في احد القرى، وقصه كبيره جدا. وبعد كده بشكل باراليل بتبدا الماجستير او بتبدا حاجه اسمها الزماله المصريه. الماجستير اقل حاجه 2، الزماله المصريه من 4 ل5 سنين. كل ده انت في دوامه مش قادر تعمل اي حاجه تانية خالص، وغالبا منشغل عن انك تذاكر اي حاجه غير الطب. وغير كده بيبقى حد لو بقى ايه انجيجد او في علاقه معينه محتاج انه يخطب يتجوز وهكذا، فمحتاج مصاريف. كل ده مش بيدخله دخل كويس خالص وهو بيكبر. يعني انت ما تنساش ان زمايله اللي خلصوا مثلا رابعه تجاره ورابعه حاجه متجوزين من هم عندهم 21 سنه وسينيورز في مجالات انه هو 21 سنه. ده كان لسه هو طالب في سنه ثالثه او سنه رابعه، لسه في نص الكليه. انت متخيل؟ ده غير ان اغلب خريجي طب بيدخلوا جيش 3 سنين كظابط غصب عنه. بالظبط. فدي 3 سنين كده في النص وضعهم صعب جدا جدا، ومش ناس كتير بتنجو انها تبقى عساكر. يعني فاهم الاغلب بياخد 3 سنين. فدي دوامه كبيره جدا 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 جدا. واكبر مشكله بتحصل يا عمر انه دايما بيبقى موجه عينه للسفر اللي بره باي طريقه باسرع سرعه ممكنه، واكبر غلطه بيعملها في حياته ان هو بيضرب في العمله. يعني ايه؟ يقول لك بص انا مثلا كجي بي اللي هي جنرال براكتيشنر اتخرجت في مصر دلوقتي، يقول لك انا بقبض كام مثلا 6000 جنيه 7000 جنيه. لا انا اسافر السعوديه
واقبض مثلا 8000 ريال، فهو بيضربها ازاي؟ يقول لك 8000 في 13 ونص، يبقى دي عامله مبلغ كذا. اقول لك حلو قوي المبلغ ده، فيبقى شايف ان هو يبقى مجنون لو ما قبلش فيسافر. وفي ناس على فكره بتسافر على اقل من كده كمان، وما يبقاش ضامن ان هو بيقبض كل شهر. لو كان كمان في غير وزاره الصحه من بعض المراكز الخاصه المتعثره او الكلام ده، احيانا بيتاخر راتبه بالشهرين 3 واعرف ناس والله سافروا واتدينوا على بال ما جالهم رواتب وحصل مشاكل والمركز قفل اصلا، وقضايا بقى ولا عارف يرجع ولا عارف يروح تاني، فالموضوع مش كويس. فانا من نصايحي انك اوعى تسافر بره مصر وانت صغير. لا انصح بانك تسافر جي بي ابدا ابدا. جي بي اللي هي جنرال براكتيشنر، الممارس العام، اللي هو بيبقى ادنى حاجه هناك بادنى راتب. لانك لو انت كنت هنا في دوامه بتعمل كده، فانت رايح هناك في مش دوامه بقى، يعني في اعصار كبير جدا 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 هيعصف بيك بشكل لا تتخيله، في دوام لم تكن تتصوره بشكل صعب جدا. وهناك الدوام بيبقى الشكل مختلف، يعني مثلا ممكن تلاقي انك ليك ساعات عمل من الساعه 8 صباحا للساعه 12 فتره صباحيه، ثم بريك في النص بسيط، ثم فتره مسائيه من 4 مساء ل9. ولو انت نائب كلينيكال بقى فليك شفتات بالليل تقعد تسهر. الموضوع ما هوش مثلا شغل من 9 ل5 او شغل كذا، ده بيبقى في بعض الحاجات النادره في وزاره الصحه انك تبقى مثلا شغل من 8 ل2 او وفيها شفتات برضو متغيره. فانت مش متخيل السيركيديان ريزم اصلا بتاع دماغك بيحصل فيه ايه. يوم انت صاحي الصبح، يوم لا انت صاحي بالليل، يوم انت في النص. فالموضوع صعب جدا، ارتباطاتك واهلك وحاجتك كل اسبوع بشكل فعلا. يعني مثلا بيبقى في حاجه اسمها انك في مورنينج وفي ايفنينج وفي نايت. ده شفت مثلا ايه 8 ساعات 8 مثلا، فانت مش عارف انت انهي فيهم. فالموضوع يبقى صعب جدا فوق ما انت تتخيل. فاللي بيحصل انك لما تروح تتسحل في الدوامه هناك مفيش حاجه اسمها وقت الدراسات عليا. مفيش حاجه ايه بص ما انا هروح بقى وان شاء الله هعرف. صعب جدا جدا فوق ما تتخيل. والدراسات العليا ما هيش سهله. ولو هنتكلم في حاجه مثلا زي الزماله المصريه، مفيش زماله اونلاين. الزماله المصريه قائمه على انك لازم تبقى بتحضر بنفسك في المستشفيات، وليك راوندات وليك لوجز كلوج بوك وزيارات وحاجات، فمش نافعه اونلاين خالص. فدي مشكله كبيره جدا جدا. ولما حتى تقول طب انا خلاص هاخد ماجستير، اللي بياخد الفرصه الكامله بتاعته في الماجستير كويس في مصر ابن الجامعه، يعني الستاف ممبر اللي هو معيد او نائب مقيم او في حاجه معينه، يعني سواء وظيفه ثابته او مؤقته بيسموها نيابات مؤقته. انما اللي بيبقى جاي من وزاره الصحه وبيحضر في الجامعه ده الا من رحم ربي بيعامل معامله ابن البطه السوداء زي ما بيقولوا. انت من الرعاعه، انت من الصحه، وكمان مغترب، انت قاعد بتقبض اكتر مني، يبقى قابلني لو خدت بقى انت الماجستير والكلام ده. فاحيانا بتلاقي نفسك انك بتعطل عطلات غير طبيعيه بشكل غير طبيعي. غير يبقى فيه كليات بدون ذكر اسماء المدن ممكن بيسقطك مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه تعسفا، وان من وجهه نظره ان ده من براند الكليه دي، ان من ايجو كليه طب جامعه كذا، ان مفيش حاجه اسمها انك تبقى من رعاع الصحه مش ابن الجامعه وتاخد ماجستير عندنا من اول مره ولا من تاني مره ولا ثالث مره. ليه انت ابن مين؟ للاسف. ومعتقدين ده الصح، حتى لو البرفورمانس بتاعه يخليه ياخد جدا الماجستير. ما ينفعش، ورقته مش هتشاف اصلا، مش هتصحح اساسا. هو يقول لك انت ده الدور دي المره الكام ليك، فيبدا يفكر في نجاح لو انت مميز من بعد المره الثالثه الرابعه. فدي مشكله كبيره جدا 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 فوق متخيل يعني. اكيد، بس ما فيش اي حد ممكن يقضت عليه حد لا هو بيعتبروا ده جزء من ايجو الجامعه، فحتى اللي هيقضت عليه من الجامعه برضه ده شيء منتهي. مش هتنجح، مش هينفع. يعني تنجح من اول مره؟ احنا ننجح ولادنا من اول مره عشان دول اللي اتربوا على ايدينا. طبعا. انما انت واحد من الرعاع بره ازاي يعني؟ ففي تفرقه واضحه جدا بشكل لا تتخيله في الشفا وفي كل حاجه بشكل مهلك جدا جدا يعني. انا مثلا الحمد لله انا كنت يعني في ماده زي ماده البطنه، انا طبيب بطنه اصلا، فكنت الحمد لله مش بس متفوق في ماده البطنه، لا ده انا كنت حتى بدي كورسات في البطنه وعامل مذكرات فيها بشكل قوي جدا. والله لك الحمد كانت معجزه ان انا نجحت من الدور الاول كمان. وكنت خدت الجزء الاولاني كان في كليه طب بنها، انا اصلا خريج طب المنصور. خدت الجزء الاول في طب بنها، والحمد لله كنت هناك
التاني على الدفعه، يعني كان الاول اللي قبلي حد من الكليه هناك من الجامعه معيد، وانا كنت المركز الثاني والاول على الناس اللي من بره. تمام. كان حصل ظروف بعد كده، جيت السكند بتاع الماجستير طب المنصوره، وكل الناس بيقول لك انت عمرك ما هتنجح من اول مره. فاللهم لك الحمد، انا الحمد لله كنت شاطر جدا يعني، وربنا يسر ونجحت من اول مره. اللهم لك الحمد، دي كانت معجزه اصلا. لك ازاي تنجح من اول مره؟ كنت بفضل الله مقفل الشفوي وعامل حاجات قويه جدا جدا. الكلام ده من 2017. طيب انت مش جامد؟ مش خلصت كل حاجه؟ مش طالع لي في الفيرست الاول ولا الثاني، وطالع لي في السكند بتنجح من اول مره؟ قابلني بقى لو شميت الرساله. اقسم بالله من 2017 لحد النهارده ما خلصوا لي الرساله وما خدتش شهاده الماجستير بلا مبرر. بس ازاي؟ اكيد في لجنه تقدر تكونها، في شكوى تقدر تقدمها. يعني اكيد انا مقصر في حاجات، بس انت بتبقى خلاص، اصل ما فيش امتحانات تاني خلاص. انا خلصت كل الامتحانات خلاص، ماليش اي امتحانات واقفه، انا واقف على مناقشه الرساله بس. فاهم؟ فحد يبقى في موضوع، لا الدكتور اعتذر، لا حصل مش عارف ايه، طب انت سافرت، انت بتكلمني وانت اونلاين، فينقطع الاتصال على بال ما انزل اجازه تاني، انت رحت وبقيت حاجات. فاسباب منهم على اسباب مني، لقيت انك دلوقتي انت مخلص ماجستير مثلا من 2017 ولسه ما خدتش الشهاده بلا مبرر. يعني انت فاهم؟ فدي مشكله، دي مشكله. انا لو كان مثلا في الوقت ده كنت انا ستاف ممبر او كده وقتها، كان زمان الشهاده معايا كده. فدي ازمه، دي ازمه. فاهم؟ فلازم الواحد ما يحطش نفسه في الدوامه دي ويخليها تغرقه، لا لازم يفكر من بدري. يعني انا مثلا، انا المفروض مثلا خريج دفعه كليه الطب 2009، انا بدات انتبه اصلا لموضوع ان في هيلث كير مانجمنت وهوسبيتال مانجمنت وهيلث كير كواليتي والكلام ده في 2016. كنتش اعرف اصلا الحاجات دي وان في كده. ليه؟ دايره معارفك كزمايل وهكذا هم كل فكرهم في موضوع الماجستير، هنشتغل فين، هنعمل ايه، السفر بره او كده، هو كل دماغهم كده بس. فما كنتش لقيت حد، وانا اصلا يعني قليل او نادر جدا اعرفه حتى من دفعتي. يعني وانا بتكلم معاك حتى مش فاكر مين، يمكن قليل جدا، او في دفعات قبلنا او بعدنا اللي دخل بقى مجال هيلث كير كواليتي وهيلث كير مانجمنت والكلام ده وتميز فيهم وكده، قليل جدا جدا جدا. ممكن بعض حبه في التامين مثلا او كده، انما المجال ده كان نادر. فانا لما عرفته وحبيته جدا جدا، عارف نظام ايه، يا ريتني قابلتك من زمان. فكنت معتقد ان اكيد بقى الواحد محتاج سنين طويله عشان يبدا ان هو يقدم بقى على مثلا توتال كواليتي مانجمنت دبلومه اي سي او الكلام ده وكده. ففوجئت ان كان ينفع اقدم من امتياز اصلا وانا ما كنتش اعرف اساسا. اوكي. فتخيل ان ممكن حد بيتفرج علينا دلوقتي ما كانش عارف معلومه انه ممكن يقدم انه ياخد في السنتين بتوع امتياز توتال كواليتي مانجمنت دبلومه في جامعه امريكيه مثلا او اسلاسكا، وهوسبيتال مانجمنت دبلومه بس عادي خالص، سيمبلي ايزلي. في ناس بقى معتقد ان هو لازم يخلص كل حاجه عشان يقدم، لا. فتخيل ممكن يكون معلومه تكلفك سنين طويله من عمرك. بس حضرتك انت حضرتك الفاوندر بتاع الشركه؟ الفاوندر الوحيد بتاع الشركه؟ لا، احنا في معانا كوفاوندرز وكان لها قصه نجاح في مجموعه شركات سابقه ان شاء الله بقول لك عليها. يا رب يكون في وقت ان شاء الله ان هنقولها. انما انا عايز ان احنا ما نتوهش في النقطه اللي هي بتاعت خريج طب يعمل ايه. ما انا ليه بسال بقى موضوع فاوندر الشركه؟ لان برضه ليه سالت على موضوع الكوفاوندرز، لان طبعا هي حضرتك انشأت شركه والشركه دي ليها راس مال، صح. ممكن يبقى في ناس كتير ما عندهمش حته راس المال ان انا انفست دلوقتي، وبرضه ما يبقوش عندهم البيتشنج ابيليتيز ان هم يجيبوا انفستورز معاهم. بالظبط. فهو لو عايز وقتها يشتغل في حته الهيلث كير مانجمنت، فهو برضه هيدخل في الدوامه دي ان هو برضه هياخد نفس السالري بتاع الطبيب اللي اول ما يتخرج. ايه خالص، الوضع مختلف تماما. يعني انا هقول لك على حاجه، انا مبدئيا مش من انصار ان انا حد لسه حديث التخرج ولسه ما اشتغلش في اي وظيفه كموظف حتى لو معاه فلوس ان هو يفتح ستارت اب وهيعيش بيه باقي عمره. انا ضد كده جدا. انا وجهة نظري انك محتاج 4 ل5 سنين على الاقل تشتغل فيهم كموظف تحت مدير يعلمك، وتبدأ انك تبني كابيتال ومدخرات تقدر انك تفتح بيهم بيزنس. انما انت لسه حديث التخرج ما عندكش اي خبرة غير انك درست بس، تفتح مشروع خاص بيك وهتعيش عمرك فيه وما تعلمتش ادارة وقعدت اجتماعات وضغوط وتارجت وحاجات، انا مش من انصار ده خالص. فانا احب انك تبقى موظف على الأقل 4-5 سنين، تكتسب خبرة، عملت احتكاك، تعامل مع مديرين
ضغوط انك تشوف ناس اكبر منك بتشتغل في حاجات اقوى منك، وفي نفس الوقت تكون بتكون سايد كابيتال يمكنك انك تفتح شركه. فاللي انا عايز اقوله انك لو مش عاوز تشتغل كطبيب، الحق استغل سنتين الامتياز انك تدرس هيلث كير مانجمنت وهيلث كير كواليتي، والاثنين مهمين، مش واحد بس دون الاخر، لان هي اندستري على بعضها. الاندستري الخاصه بالهيلث كير اللي هي مجال الرعايه الصحيه محتاجه انك تبقى فاهم اداره مستشفيات واداره جوده شامله. اداره المستشفيات علم الهوسبيتال مانجمنت، واداره الجوده الشامله في الرعايه الصحيه لهيلث كير كواليتي. ده سنه وده سنه، كدبلومه وكدبلومه، هيفرقوا معاك جدا جدا جدا، وانفستمنت في محله فوق ما تتخيل. وقبل حتى ما تفكر تاخد ام بي اي، يعني في ناس يقول لك بص انا لسه حديث تخرج اهو اخد ام بي اي بقى، لا غلط. انا برضو كذلك مش من انصار ان حديث التخرج اول ما ياخد ام بي اي، لا. انا وجهة نظري انك قبل ما تاخد الام بي اي محتاج على الاقل خالص 3 سنين ان لم يكن 4 ل 5 سنين اللي بنقولوا عليهم اللي هي خبرة الوظيفة، عشان تفهم وتستفيد بشكل اكبر من الام بي اي، بدل ما تبقى انت مجرد واحد حديث تخرج خد ام بي اي فتقال عليه في بعض الانترفيوهات ان هو اوفر كواليفايد، والحقيقه ان هو ما اشتغلش حاجه ومش عارف حاجه. واحيانا كل المشكله ان الانترفيور نفسه نفسن عليه ان ازاي يعني الواد هيشتغل تحتي ومعاه ام بي اي وانا ما عنديش ام بي اي. عارف انت القصه دي؟ عارف. فليه؟ فاصبر. انت لو حد بنكلمه هو اتخرج مثلا وعنده 23 سنه او 24 سنه، فانا نصيحتي انك خد الام بي اي اواخر العشرينات بدايه الثلاثينات، ما تستعجلش عليها. لان في ناس بتبقى ايه زي ما هو داخل في دوامه ان هو بيخلص الكليه فبيدخل بعدها في ماجستير الطب، فوجهه نظره انه عايز يدخل على طول ايه في ماجستير اداره الاعمال عشان كلمه ماجستير. لا، هي ماهيش كده. ماجستير اداره الاعمال مختلف، محتاج انك يكون عندك مينتاليتي بيزنس وخبره وشفت الكلام ده، عشان ما يبقاش بالنسبه لك سنتين تكديره في كلام بيزنس تقيل عليك وانت مش مدركه بالشكل الكافي. فدي نصيحتي. فانت تعمل ايه؟ انت لو مش حابب انك تشتغل كطبيب او كصيدلي او كاسنان او كعلوم، فانصحك انك تدرس هيلث كير مانجمنت وهيلث كير كواليتي. ولو انت مش طب، يعني هو فرص الهيلث كير مانجمنت بيبقى الطب بشري اكتر، تمام، او الطب اسنان، خصوصا ان احنا في العهد الذهبي دلوقتي وزير الصحه في مصر الدكتور خالد عبد الغفار طبيب اسنان. كان قبل كده ممنوع ان مدير المستشفى يكون حاجه الا طبيب بشري بس، فدلوقتي بقى وزير الصحه نفسه مش طبيب بشري. فضلا عن ان هو يسر طبعا كتير ان بقى في مستشفيات كتير المدير فيها ما هو ممكن جدا ان هو يكون طبيب اسنان او كده، فده فرصتهم اكبر. طيب الصيدله او تمريض او علوم فرصته انه يكون مدير مستشفى اقل، بس فرصته انه يكون مدير كواليتي اعلى بكتير جدا جدا. فانا انصح الناس اللي بيشوفونا من خريجي كليه صيدله، كليه علوم، كليات الاخرى، يعني انه يدرس الجوده ويتخصص في الجوده بشكل قوي. وعايز اقول لك على مفاجاه جميله، يعني ان اغلب رواد الكواليتي اللي موجوده في اكبر المستشفيات اللي موجوده في مصر دلوقتي صيادله مش اطباء بشري. الصيادله برزوا في الموضوع ده بشكل كبير جدا جدا فوق ما تتخيل، بحكم ادارتهم للصيدليات. فبقوا مش قصه صيدليات خالص، قصه ان كتير من الطب البشري او الاطباء البشريين قدراته الطبيه اكتر وتركيزه الطبي اكتر. بلاحظ ان في ناس معينه، وخصوصا من اللي هو كان مثلا عايز يدخل طب وفرقت معاه برضه على موضوع الدرجه والنص درجه، فدخل صيدله مش بمزاجه اللي هي تنسيقا. بحس ان بيبقى عنده انر موتيف كده يا عمر، نظام انا جالي الفرصه ان انا ادخل في كومبيتيشن مع الدكاتره واحط عليهم، فبيحط عليهم. اوكي، انا هعوض اللي انا ما جبتوش في ثانويه عامه هعوضه في الحاجات بقى بتاعت الجوده والكلام ده. فالصيادله مكتسحين الاطباء البشريين في الجوده بشكل لا تتخيله، متميزين جدا جدا. ممكن يكون مالوش علاقه بموضوع الصيدليات خالص، ممكن يكون عمره ما اشتغل في الصيدليات ولا عارف حاجه عن الصيدله نفسها، بس احساس الاندر دوج اللي هو انا هي نقطه مينتاليتي حد شاطر فرقت معاه ان هو يبقى في طب مثلا درجه ولا درجتين ولا حاجه، واحيانا بيبقى اقل كمان. فالفكره ان لما بيبقى عنده كومبيتيشن في حاجه معينه بيبقى دحيح جدا وشاطر جدا جدا جدا، بيذاكر كويس جدا جدا وبيتميز قوي 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 قوي.
فانا لو اذكر لك اسماء مستشفيات كتيره جدا في دار الفؤاد في السعودي الالماني، يعني يعتبر اكبر مستشفى في مصر حاليا مجموعه مستشفيات السعودي الالماني، وكذلك في المملكه العربيه السعوديه من التوب 5. التشيف كواليتي اوفيسر في مجموعه مستشفيات السعودي الالماني في مصر دكتور ابراهيم اللقاني، صيدلي وليس طبيب بشري. وكتير معاه كذلك كان في دكتوره دعاء حسين، دي كانت من اكبر الكواليتي دايركتورز في مجموعه مستشفيات الاميدا اللي هي فيها دار الفؤاد والسلام الدولي، وكانت صيدلانيه. في برضو من الناس اللي يعني كتير عشان ما اذكرش اسماء كتير، مستشفيات كتيره على عكس المتوقع الهيد اوف كواليتي فيها صيدلي وليس طبيب. اوكي فاهم؟ طبعا الاطباء البشريين اللي بيبرزوا في الجوده وبيجمعوا بين الجوده والطب بيبقوا نماذج يعني غير مسبوقه. على راسهم مثلا حد اسمه دكتور اشرف اسماعيل. دكتور اشرف اسماعيل ده هو كان رئيس جهار ده اللي هي الاعتماد الخاص بالجوده في مصر. هم اللي منشئينه اصلا، وكان الريجونال مانجر لجي سي اي. جي سي اي اختصار جوينت كوميشن انترناشونال، الاعتماد الدولي المشترك للمستشفيات، اكبر اعتماد للمستشفيات في العالم. كان هو المدير الاقليمي ليه. فلما مصر حبت تعمل معايير في الجوده خاصه بيها اتسمت جهار جنرال اوثوريتي فور هيلث كير اكريديتيشن اند ريجوليشن، ده كلمه جهار الابريفيشن بتاعها. فكان دكتور اشرف اسماعيل عمل بقى معايير مع اللجنه اللي معاه تحفه جدا، فهو بيجمع بين الطب والجوده. كذلك دكتور اسمه دكتور احمد صفوت. دكتور احمد صفوت من رواد الطب والجوده، وهو اللي مسمي بقى جهار وهو اللي مسمي كمان نسر دي اختصار الناشونال سيفتي ريكوايرمنتس، حاجه مهمه جدا في سلامه المرضى، من الناس المبدعين جدا جدا. كذلك دكتور اسمه دكتور اسلام ابو يوسف، ده بقى نموذج الكارير اد، جراح عمود فقري عالمي بيعمل اعلى واصعب عمليات اعوجاج العمود الفقري والكلام ده، وفي نفس الوقت نحسبه من علماء الجوده. انت متخيل ازاي بيلاقي وقت؟ يعني ازاي لو واحد دلوقتي باشنت بشغلانه الطب وعايز امارس شغلانه الطب، طبعا وحضرتك دخلت في البيرفكت كيس، البيرفكت سيناريو، انا عندي الشركه وانا بمارس مهنتي من خلال الشركه. بس لو واحد برضو عايز يمارس الحته بتاعه المانجمنت وفي نفس الوقت عايز يبقى دكتور، يعمل جراح او دكتور بيكشف، فازاي يمارس الاثنين دول مع بعض؟ الوقت هيجيبه منين؟ It's all about time management. التايم مانجمنت بيفرق جدا جدا جدا. في فرق كبير ما بين اللي موظف واللي بيعتبر كطبيب حر، يعني انا طبيب بشري حر، فاهم؟ ودي من الحاجات اللي انا بنصح بيها لو حد مش مرتاح. في حد ممكن يكون مرتاح في الوظيفه الحكوميه، انما ممكن حد يكون لاقي ان هو في اسر ليها، وان هو متعطل، وانها معطله مستقبله بشكل كبير، وطموحاته واحلامه اكبر منها بكتير، فده لازم يتيك اوف خلاص. ولازم انه يريساين ويبقى طبيب بشري حر. يعني انا هقول لك على حاجه، انا كان في فتره من حياتي انا وزوجتي طبيبه بشريه برضو، الفتره دي كنت انا في الدقهليه، كنت في الطوارئ السموم، مركز السموم، حوالي 3 سنين ونص، وهي كانت في مستشفى الحميات الموجوده في المنصور. انا كنت بيبقى عندي 14 نبطشيه سهر في الشهر، من 9 بالليل ل9 صباحا، تمام، 12 ساعه. تتوقع النبطشيه دي كانت بكام؟ والكلام ده مش بعيد، الكلام ده في 2017 2018، قول كام مثلا؟ هو انا 12 ساعه بكام؟ وانا عارف ان هي بتبقى الاسعار يعني هتلاقي 12 جنيه ولا حاجه. المفاجاه ان 40 جنيه والله. 40 جنيه انا يا اخي عزك الله، انا لو كنت جبت سباك يعمل حنفيه في الشيفت مش هقدر اديله اقل من 50 جنيه، ده وقتها. دلوقتي مش هيرضى باقل من 100. فتخيل انك نبطشي 12 ساعه عجن، كنت بخدم 6 محافظات، دقهلية وشرقية وغربية ومنوفية وكفر الشيخ ودمياط، فاكرهم. اي حد خد حباية غلة، انتحر، اورجانو فوسفورس، مبيد، اي حاجة، قرص وعقرب، تعبان، اي حاجة، كل ده يجي لي. ايوه، وانا موجود طبيب لوحدي في الشفت، ومعيش اي اجهزة الا السماعة وجهاز الضغط، ومعيش انتي دوس، الحاجات القليلة جدا، والفحم
الشاركول. انت متخيل؟ هو غير طبعا ان الويج قليل جدا، بس هو الامكانيات دي ده النظام تخليك تعرف تعمل ديسيجن كلير. يا حبيبي احنا كنا شغالين على الطب البلدي، احنا المفروض بقى في حاجه اسمها ABG اللي هو ارتيريال بلاد جاز، عشان اعرف ايه معدل الصوديوم عنده، البوتاسيوم، الحاجات. فانا ده مش عندي. فتخيل ان احنا كنا بنعمل على الطب البدائي بقى ان المفروض اللي عنده نقص في البوتاسيوم ففي مظاهر بتبان على جسمه، حاجات في عضلاته، انما نقص البوتاسيوم هيبقى في عينيك. انت متخيل؟ يعني لازم يوصل للليفل ان العرض يبقى باين قوي عشان نعرف. انت متخيل الوضع صعب ازاي؟ ودي حياتك، ودي ب 40 جنيه. انا كان جنبنا يعني في المكان ده في بتاع برجر حاجات، يعني لو انا عايز اتعشى العشاء العادي ب 120 جنيه. فانا لاقي يا عم هاكل فول وطعميه ومش عارف ايه واي حاجه وبتاع 50 جنيه. فانت مسلب 80 جنيه كل يوم. ده وايه انا ووالدي انا وزوجتي المفروض انا اللي بصرف عليها ايا كان ما دام مرتبه خاص بيها. فانا لاقي والله كنت بقعد اسرح كده، لو لقيت وقت الناس اسرح بقول هو انا بعمل في نفسي ايه. وعارف ان انا عندي امكانيات وقدرات وحاجات، انا عمري ضايع ولا عارف افتح عياده. وطبيب اهو مش عارف افتح عياده ليه؟ ما هو العيادات بالليل، العيادات بالليل انا كل يوم من 8 بالليل ولا 9 بالليل لحد تاني يوم الصبح الساعه 9 انت موجود، ويا دوب وانت صاحي ال 12 مفيش مجال للنوم، طبيب طوارئ، وبقبض 40 جنيه. ده ايه قبضتهم؟ غير ان مره يقول لك ايه اصل انت كنت اخرت 5 دقائق فخصموا، اصل في مش عارف ايه بدل ايه، اصل في خصم على مريض ايه كان تذكرته وما لقوش مش عارف ايه. فده ان خدتهم انت اصلا. فانا لقيت ان انا واحد فاتح بيت، المفروض مثلا انا والدي متوفى الله يا رب يغفر له ويرحمه، فانت كم تكفل والدتك اخوك قبل ما كان منين كل ده اصلا؟ والله يا اخي انا اعلى مرتب انا كنت خدته في 2017 كان 2600 جنيه. انت متخيل؟ كطبيب كمان يعني طبيب بموت نفسي في الوضع صعب طبعا. والله يعني يا رب كل الناس. وانك كمان ما عندكش مجال انك يبقى فيه عياده يبقى فيها تحسين دخل، فكان لازم انك تفكر هتقدر تعمل ايه. فانت لما بتقدر انك تبقى طبيب حر فوقتك بيبقى ملكك بقى، فتقدر انك تبقى الصبح في مكان وبالليل في مكان. يعني تعالى لما اكلمك على المثال النموذج اللي احنا بنقوله، حد زي دكتور اسلام ابو يوسف مثلا، او كذلك دكتور زي دكتور سيد العقده، وده بقى استاذ دكتور ماده الكوميونتي في طب القاهره. تمام. شوفي ان ازاي هو بيبقى الدكتور اسلام ابو يوسف مثلا كجراح عنده مثلا لستة العمليات بتاعته من 9 الصبح مثلا، فاهم؟ ايام فيها عمليات وايام ما فيهاش، وفي ايام بيروح فيها جهار مثلا وايام لا، فبيبقى فيها تايم مانجمنت ما بين ده وده. ما فيش بقى وقت ضايع بقى على السوشيال ميديا كتير، ما فيش وقت ضايع في حاجات كتير. راجل مركز فاهم، عارف انه يجمع وقته بشكل كويس جدا. انا هقول لك على احد التجارب اللي انا كنت فيها مثلا قبل اشفاء في مجموعه اسمها مجموعه النيل الطبيه. انا كنت ببقى GM جنرال مانجر للمجموعه من الساعه 9 صباحا للساعه 5 مساء. تمام. وبعد كده بروح اتغدى او اخد ريست بسيط، وكنت باجي العيادات بالليل في نفس المستشفى من 8 مساء ل 12. فأدا مثال جمع بسيط خالص اهو لان الجمع بين المانجمنت وبين الطب. وكانت بتبقى حاجه حلوه جدا. مش متخيل الناس بتبقى مبسوطه قد ايه ان هم بيقول لك احنا داخلين نكشف عند مدير المستشفى. دي كانت بتبقى حاجه رهيبه، وفي نفس الوقت بما لا يتعارض مع وقت العمل. انا عندي شغلي امتى؟ من 9 ل 5، بعد كده انا فري. فانا كنت بدل ما بلف على اماكن تانية او اروح اماكن تانية، لا ادعم المكان اللي انا فيه. فكنت ببقى موجود في عيادات الباطنه في نفس المجموعه دي من الساعه 8 مثلا ل 12. فده مثال، بدل ما انا اقول ايه انا هروح بقعد على القهوه ولا هقعد بقى اتفرج على التلفزيون اقعد مش عارف ايه. فانت صحيح ممكن تكون بتضغط في وقتك شويه، بس انت بتعيش حياه مختلفه، تبقى نموذج مختلف. فنماذج زي اللي انا قلتها لك دي زي دكتور اشرف اسماعيل، دكتور احمد صفوت، دكتور اسلام ومسلم، دكتور سيد العقده، وكان في كمان دكتور اسمها دكتوره نور الغندور. تخيل يا اخي كل دول كانوا بورد واحد صنعوا لمصر معايير. مصر ما كان لهاش معايير جوده خاصه بيها. الناس دي لما اتجمعت مع بعض عملوا جهار بقى. زي ما في GCI اكبر اعتماد عالمي، في السعوديه سباهي، في مصر جهار. فالنماذج اللي انا بقولها لك دي واحنا بنتكلم بقى في بودكاست جوده، ان هم مش بس عملوا نجاح شخصي او انجاز شخصي لاشخاصهم، ولكن فادوا مصر بحاجه قويه ومميزه.
فدي كانت حاجه مهمه. فالانسان يسعى الجمع ولكن محتاج انه ينظم وقته قليلا. هل الشغل الطبي لما يعني في المستوى اللي حضرتك فيه او الدكاترة دول فيه مقارنة بالشغل الاداري، هل هو يعتبر زيادة دخل او ربح او حاجة مربحة، ولا مجرد باشن؟ لان الشغل الاداري غالبا هيكون مربح اكتر من الشغل الطبي ذات نفسه. هقول لك، الجراح الشغل الطبي اربح له من الاداري. مش جراح الشغل الاداري اربح له من الشغل الطبي. فاهم؟ يعني اللي تخصص زي تخصص الباطنه او بعض التخصصات اللي ما فيهاش عمليات جراحيه فالربح مش كبير. انما التخصص الجراحي لا، هو طبعا يقدر مع العمليات الجراحيه يجيب اكتر من الاداره بكتير جدا. فعشان كده كان دكتور حسام موافي، طبعا الايقونه المعروفه في مجال الطب وبيطلع في برامج كتير، كان دايما من نصايحه لحديث التخرج في امتياز يقول لهم كلمه مهمه قوي: انت لازم تسال نفسك سؤال، انت مشرط ولا سماعه؟ ده سؤال مهم قوي. في انت الباشن بتاعك اكتر ناحيه التخصصات الجراحيه بتمسك مشرط كجراح، ولا التخصصات الباطنيه والقلب والسماعه واستخدام الحاجات دي؟ فده بيفرق جدا جدا. فانا وجهه نظري ان لو حد بيحب المانجمنت قوي والكواليتي والحاجات دي وهو محتار ياخد تخصص جراحي ولا تخصص باطني، انصحه انه ياخد تخصص باطني، لان ده اللي انا عملته. انا كان عندي حيره ما بين الرمد والبطنه. لما الواحد نزل على ارض الواقع لقيت ان الجراح حياته في الجراحه، العمليه حصل فيها مشكله الحق ده المريض هنمر عليه لا كذا. فعلا الجمع مع الجراحه صعب جدا جدا جدا. انما الجمع مع البطنه ممكن جدا، وقت معين فيه عيادات في عدد معين من اليوم، انت هتشوف الاعاده بقى خلاص يعني انت فاهم. انما تقدر تشتغل الصبح في شغلك الاداري كويس جدا جدا. وغير الجوده واداره المستشفيات ما ننساش حاجه مهمه جدا واندستري كبيره قوي 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 يا عمر، اللي هي اندستري الميديكال انشورنس. اندستري الميديكال انشورنس دي عالم كبير جدا جدا فوق ما تتخيل، اللي هو مجال التامين الطبي وشركات التامين الطبي. يعني لو هنتكلم في مصر زي ميت لايف، آليانز، أكسا، تتكلم في السعودية على بوبا التعاونية، ميد جولف، وفي بيبقى غير شركات التأمين حاجة اسمها TBA. TBA اختصار Third Party Administrator، شركات الشبكات الطبية زي ميدنت، في جزء من جلوب ميد، في حاجات في نيكست كير، ميد رايت، اوميجا كير، في شركات كتيره في الموضوع ده، الى جانب شركات رعايه صحيه. يعني شوف في ليفلز مختلفه ازاي. يعني ممكن ايه، يعني الشغل مش في المستشفيات بس اصلا. احنا بنقول ايه يعني الاجابه على سؤالك اشتغل ايه، لا ده في شغلانات كتيره جدا 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 بره المستشفيات اصلا. اكسسبيليتي اليوم سهله، مش صعب وانت حديث التخرج في الوظائف الاوليه منهم. المهم انك تبقى عارفها. المشكله ان في ناس ما يعرفوش ان في الحاجات دي اصلا. هو دماغه انا دكتور او صيدلي يبقى انا هشتغل في المستشفى او الصيدليه. هو في حاجه تانية ولا ايه؟ في حاجات تانية، وفي حاجات تانية كتير. فانت غير المستشفى انت ممكن تشتغل في مركز طبي، ممكن تشتغل في بولي كلينكس، ممكن تشتغل في مجمع عيادات خيري تبع مسجد او تبع كنيسه او كده من الحاجات، وتتعلم فيه كويس جدا والشغل فيه بيبقى اسهل، وممكن تبدا شغل تطوعي وتكتسب بيه خبره وهكذا. غير كده الشغل فيه شركات الادويه، الشغل في شركات الادويه واكتساب خبره الميديكال ريب دي قويه جدا وبتفرق. يعني في ناس بتتكسف يقول لك انا هشيل شنطه كده واروح بقى كمندوب ويقعد الدكتور يحرجني والكلام ده. ما تتكسفش، ما فيش شغل حلال عيب. انت هتستفيد من التدريب في شركات الادويه دي كم خبرات انت ما كنتش تتخيلها. السيلز هتعلمك حاجات لباقي حياتك انت مش متخيلها. تعاملك مع الانواع المختلفه والانماط المختلفه من الدكاتره ومن المرضى والكلام ده والممرضه اللي بتساعدك عشان تدخل للطبيب، هتتعلم سوفت سكيلز وخبرات احتكاكات مع الناس هتفيدك طول عمرك لما يبقى عندك بيزنس بقى في الاجتماعات وفي التعاملات مع الناس. فانا شايف انك مش عيب ابدا انك تشتغل ميديكال ريب. هو في مفهوم غلط عندنا احنا كمهندسين، واعتقد ان هو ينطبق برضه عند الدكاتره، ان احنا عندنا في تخصص اسمه اداره مشاريع. التخصص ده مربح جدا، ولكن بيبعدك عن الجانب التكنيكال، بيخليك انت مش مهندس، مش ما فيش فيزيكس، ما فيش ماث، ما فيش اي حاجه، ولكن بتدير المشاريع. عندنا احنا في هندسه
لما كنا حد يبقى مثلا هو بيشتغل إدارة مشاريع، فبقية الناس بتبصله على انه هو انت مش مهندس، او انت مش زيك زي المهندس، او هو في ناس منهم كمان بتحس انا مش زي المهندس، انا اقل من المهندس بسبب ان انا رامي العلم على جنب وقررت اشتغل في الإدارة. بيشوف ان هو كده الفاليو بتاعه اقل من الناس التانية. اعتقد ان ممكن ناس برضو في الطب ينطبق عليهم حاجة زي دي، يقول لك انا مش هشتغل سيلز في شركة ادوية واسيب مجال الطب بتاعي، او مش هشتغل مدير مثلا. دي ممكن واحد من تجارة يشتغل عادي، انا اشتغلها ليه، انا دكتور. فحضرتك رأيك ايه في المفهوم مبدئيا طالما احنا جبنا سيرة هندسة والبي ام بي، انا اي مهندس بيسمعني دلوقتي انصحه ان هو ياخد البي ام بي ولا يتردد. انت بتلاقي في نفس الموقع 2 مهندسين خريجين نفس الكلية قد بعض. في الخليج مثلا ممكن تلاقي واحد بيقبض 15 واللي معاه بي ام بي بيقبض 25. شغالين في نفس الموقع، من اقوى الشهادات ذات القيمة في العالم بي ام بي، بروجكت مانجمنت بروفيشنال. فلا يتردد ابدا انه ياخدها ويسيبك من مين بيقول عليه ايه. المهم هو يقول نفسه انا ابو 25 بدل ابو 15، مع احترامي يعني لاي حاجه. واللي انا شفت على ارض الواقع ان عمر ما الناس بتقل من البروجكت مانجر في الهندسه ابدا، بل بيتبص عليه ان هو الكبير، هو المدير، هو الجامد، هو اللي مشغل المهندسين. ما شفتش حد بيبص له النظره الدونيه ان ياي انت بروجكت مانجر. مش نظره تكون بتقصده اكتر. انا مش نظره دونيه إيه؟ ولكن ان في مثلا المهندس المدني وفي اللي هو اللي بيكون اللي في المكتب الاستشاري الهندسي. لا انا اصل احنا في القاهره وفي الاي يو سي في جامعه تانية هم متخصصين، يا اما تبقى مهندس ستراكشر يا اما تبقى مهندس اداره مشاريع. فانت لو متخرج مهندس زي محاسبه مثلا، كليه تجاره محاسبه واداره اعمال بالظبط. فانت لو مهندس ستراكشر فانت راجل فاهم ودارس علم ومش عارف ايه. لو انت اداره مشاريع فانت هي تجاره بس اسمها هندسه. ايوه انا فاهم قصدك، انا فاهم. هي الباشن بيفرق في ده جدا. جرب نفسك، شو انت بتحب ايه وايه الاميز ليك، وطول ما انت صغير اتمرمط. واحد اهم الاهداف الاستراتيجيه المهمه جدا جدا انك لازم تتجوز بدري. لازم. اشمعنى؟ هيفرق معاك جدا 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 في حياتك انك يكون معاك شريكة عمر، ولا عشان هتعرف ان الله حق بدري؟ لا والله صدقني هيفرق معاك جدا جدا، لان هي خطوة انت بتعتقد انك بتجهز نفسك عشان توصل لها، وانت عامل زي اللي بيمشي بالعربية ورا السراب، كل ما بيقرب بيلاقي ان السراب قاعد بيبعد ومش عارف يجيبه. هو مثلا واحنا في سنة 2025 وقت ما بنصور بودكاست دلوقتي، هو معتقد لا انا محتاج 5 سنين عشان اجيب مثلا 500,000 عشان اعرف اتجوز. بقينا 2030 الجواز بقى ب2.5 مليون. فبيلاقي نفسه ان هو بيطارد سراب. ليه؟ بسبب الانفليشن والتضخم اللي بيحصل. فهو بيحط لنفسه تارجت انه يحوش مبلغ معين عشان يقدر يتجوز، بيلاقي ان المبلغ ده اختلف. خصوصا شوف اسعار الذهب عامله ازاي. كان زمان عادي ممكن حد يجيب شبكه كويسه جدا ب 10,000 جنيه عادي خالص. دلوقتي 10,000 جنيه دول 2 جرام ذهب. يعني انت متخيل؟ ما اعرفش يجيب بيها دبلتين حتى. فانا من انصار انك تتجوز بدري جدا جدا. اول ما اتخرجت انت اتخرجت اشتغل واتمرمط انك تبقى بتعرف تجيب حق ايجار البيت واللي ياكلك انت وهي، وبتسعى وبتعرف تسعى على البيت. فاهم؟ ده مهم جدا جدا جدا. فاتجوز واحده اصيله بتحبك بجد، مؤمنه بيك وبحلمك وباهدافك، وواحده بنت ناس متربيه، باباها اللي ماسك البيت، كلمته اللي ماشيه، ومن مستوى اقل منك سنه. انا مش من الناس اللي بتنصح ان حد يتجوز واحده مستواها الاجتماعي اعلى منه بكتير. ده عشان ما يحصلش اي نوع من التعالي. حاجات كتير قوي 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 قوي. لانك احيانا تبقى بتحرق نفسك وبتجيب اخرك، وبالنسبه لها ده عادي مش كفايه. يعني انت فاهم؟ موتت نفسك مثلا عشان تاخدها مثلا 3 ايام اسكندريه مثلا، وشايف ان ده المتعه. تقول لك انا والله اقل حاجه عندي حاجه معينه في الساحل، انا اقل هاسيندا رحتش هاسيندا. فانت بتجيب اخرك وهي الليفل الثريشولد بتاعها اعلى. فمش من المصلحه على فكره خلاص احنا بنحب بعض، صح هي اغنى مني بكتير وكده. يعني كتجارب انت يعني لما تسمع احد الارقام المرعبه ان للاسف 2024 صح هذا رقم، ان نسبه الطلاق 30%، ده رقم كارثي. تعرف يعني كل 3 افراح فرح منهم
اتقلب ميتا مطلق. انت متخيل امم رقم مرعب فوق ما انت تتخيل. هي برضه يا دكتور عشان دلوقتي ما بقتش ميتة وطلاق، هو بقى الطلاق عادي كده قشطه يعني، مش بيج يا ديل ريت على بالنسبة كده وبس. للناس. كان زمان الناس بتتخانق على الولاد مين اللي ياخد الولاد. آه. دلوقتي بقى العكس. مين اللي هيدي مين اللي هياخدهم؟ أيوة. انا هاخدهم وانا اتجوز واروح واعمل مش عارف ايه. للاسف فدي ازمه كبيره جدا. فانت محتاج رفيق الدرب. يعني عارف لما يقول لك ايه الرفيق قبل الطريق ولا الطريق قبل الرفيق؟ لا انا من انصار الرفيق قبل الطريق. انا مؤمن بده جدا جدا جدا. وانت محتاج ما تاجلش خطوه الزواج. ده غير ان في كمان اسباب صحيه كتيره جدا مش مجال ذكرها دلوقتي، بس عامله زي ما كان لمح ليها عادل امام كده في فيلم النوم في العسل. حقيقه على فكره مش مجرد فيلم كوميدي، ان الحروب مش كلها سلاح وطيارات وقذائف وكده. لا انت في الاكل وفي الشرب وفي حاجات كتيره جدا جدا جدا، حاجات بتدمر في الشباب ده بالبطيء. ده غير الجنك فود وغير الحاجات دي. فالWHO قالت على الرجل المصري اصلا انه بينتهي كتير منه من وظائفه الفسيولوجيكال وما يليها عن سن 35، على عكس الطبيعي ان المفروض على سن 45 عند اغلب الناس. طب ليه يقول لك سيرش عن النيوتريشن بقى، التلوث مش عارف ايه الحاجات، قله الوعي برضو في دي الفتنس مشكله كبيره جدا. زي ما انت شايف اضرب لي بقى الحاجات اللي ايه بدون ذكر اسم المحل بتاع الحلويات والصوصات والحاجات والبستاشيوهات والكلام ده اللي قاعد بيحصل ده في كل ده بيضرب. فالحق اتجوز من بدري. وانا لما اتجوز البستاشيو مش هيطير والبستاشيو موجود برضو. فبجد الحق اتجوز، الحق حافظ على صحتك، اتجوز واحده بنت حلال تكون رفيقه معاك لرحلتك، تكمل معاك اللي جاي. استقرارك النفسي والعاطفي والإيماني هيفرق معاك كتير، غير شقاوة التنطيط وماشي مع واحدة ورايح ليه كل اللي بيتجوزوا بيشتاقوا لشقاوة مش التنطيط بس شقاوة الحرية؟ اكيد طبيعي الالتزام. انا كنت بسهر مع اصحابي وكنت بخرج وبروح واجي، ومفيش مانع انك تعمل كده، بس هيبقى مش زي الاول. بس الناس اللي نفسها انها تعمل فعلا قصة نجاح كبيرة في البيزنس وريادة الأعمال والكلام ده وكده، بيبقى شيء قوي 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 إنه هو يكون ليه شريكة عمل من بدري. بيفرق معه عشان جزء منه التزام برضو ديسبلين. أيوة دماغك معمول أوف في الفكرة التفكير في بنات تانية غير دي. This is the female in your life. نفكر في الشغل بقى. أوكي أيوة. مفيش لما نشوف الله ده كان في واحدة أمورة في ميتنج النهاردة، ده أنا كنت النهاردة لا في جزء كده في البرين بدأ إنه يتعمل له أوف في نقطة انك تبدأ تفكر في فيميلز اخرى. خلاص انت طبعا الشرع محل 4 مش عارف احنا عارفين ده كويس جدا. بس انا بتكلم في رائد اعمال محتاج فعلا ان يبقى مراته التانية الشغل، زي ستيف جوبز لما كان كل يوم بيلبس اسود كده. مفيش وقت انا لسه اشوف انا هلبس ايه في الدحيح نفسه. تلاقي كل حلقه انا لسه اول التيشيرت الرصاصي على جري وخلص خلاص. فانت مش متخيل فعلا. ربنا يا رب يرزق كل اللي بيسمعنا الزوجة الصالحة، ويرزق كل ما بتسمعنا الزوج الصالح. بيفرق في الحياة بشكل غير طبيعي. وبرضه السؤال التاني، اتجوز واحدة في مجالي ولا واحدة بعيدا تماما عن مجالي؟ انا عارف ان في ناس كده وفي ناس كده بالظبط. انا بتكلم برضه على رائد الاعمال اللي عاوز ان هو يفتح مشروع يعمل كذا. يا بختك لما تكون واحدة في مجالك فاهمة انت بتعمل ايه. ده بيفرق جدا جدا جدا. مقدرة المشاق اللي انت فيها والمصاعب والحاجات، وبتكون كسبت برضو موظفة قوية ولويال وفيثفول وبتبني فيها وبتستثمر فيها وكذا. ده بيفرق معاك في الشركة وفي شغلك بشكل كبير جدا جدا جدا. انا من الحاجات اللي فرقت معانا في شفاء جدا بصراحة ان انا يعني زوجتي دكتورة سمر عبد الحميد جزاها الله كل خير، يعني جزء كبير جدا جدا من نجاح الشركة والكلام ده. وحتى برضو من شركائي احمد السعيد وزوجته دكتورة سمر دخلي زوجين برضو. اوكي. فازاي احنا مثلا كزوج وزوجه في ناس ممكن يقول لك ده هبل بقى. العكس خالص. خالص ما بتعملش مشاكل ان الشغل لما نبقى بروفيشنال بقى الدنيا بتفرق. انت زي مستر وسيم ومس اسراء كده. الشغل حاجه والبيت حاجه وهكذا. فالدنيا لما بتظبط بروفيشنال الدنيا بتبقى جميله. انت ليك سند هنا وانت ليك سند هنا وفي 4 شايلين بعض. فالموضوع فرق جدا وليك قصص نجاح قويه جدا جدا. في اكيد قصص فشل كتيره اللي هو ما هو لو نوعيه الزوجه القماصه اللي هي تقوم قلبه عليك في البيت والشغل. طب ما ده خراب بيوت رسمي. لا هو هتطلعها وتقفل الشركه يعني ده مصيبه. المشكله اللي كل الناس بتقع فيها هو
لو حضرتك مثلا السي او بتاع الشركه، فمن دورك كسي او بتاع الشركه واعلى صلاحيات في الشركه، فحصل يعني حاله مثلا اهمال في حاجه معينه، فحضرتك علقت على الموضوع بس بشكل حاد شويه. لا ما انت لازم تصوت عشان ما تضربش عشان تعرف تروح البيت بس لازم تكون اسيرتيف وهي تبقى عارفه، فاهم؟ انت بتحفظ كرامتها قدام الناس والكلام ده وكل حاجه، بس حد موظف ليه مهام في فصل في السلطات ممكن تبقى بتريبورت لحد تاني غيرك، فاهم؟ بس حد فاهم انت بتعمل ايه. لما هتبقى انت جاي مهموم في البيت بالليل بسبب مشكله معينه موجوده في الشغل، صدقني انت بتوفر وقت كبير قوي قوي منك تحكي لها وانها تقول لك مالك، لا هي عارفه في ايه. ايوه. فعارف الطبطبه السايلنت اللي مفهوم ايه الموضوع. ايوه. وما تشيلش هم وهتعدي، والكلام والله صدقني ده بيفرق جدا 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 جدا. يعني صدقني مثلا لما انت مثلا حاجه واحنا بنتكلم في البودكاست مثلا والحاجات دي وكده، فلما بيكون حد مثلا انت بتجوز ولا لسه ما اعرفش؟ لا لسه ان شاء الله ربنا يا رب يرزقك يا رب خير زوجه صالحه يا رب ان شاء الله في ايام العشر اللي احنا بندعي فيها دي. بيفرق جدا جدا لو انت مروح البيت على زوجه، انت مروح الساعه 1 بالليل، انت بتعمل ايه؟ انت سايبني كل ده وحتى يوم الجمعه بتشتغل فيه، انت مضيع عليا مش عارف ايه. غير ما تبقى مثلا زوجتك فاهمه انت بتعمل ايه دلوقتي مع مين وقاعده ايه، فوانت راجع قلت لك ها اخبار البودكاست ايه، فرق السماء والارض. عن تجربه الموضوع فارق قوي 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 قوي. المراه المصريه مراه قويه جدا، حتشبسوتيه جدا، فرعونيه اصيله الا برحمه ربي. فانت لو انت بعيد عنها مده طويله ومش مشركه، ده بيبقى صعب في الوقت انك ممكن تتخذ منها سند قوي جدا. فالفكره في حسن الاختيار من البدايه. فاختار رفيق قبل الطريق، ده هيفرق معاك جدا جدا في تنظيم حاجات كتير جدا في حياتك. اوكي، ده كلام مهم جدا عامه للشباب. والله القصه مش مجرد خد كورس كذا اعمل كذا، لا صدقني يعني قبل ده خلي معاك شريكه حياه هتفرق معاك. ومفيش حد ملاك، لانك مش بتتجوز ملاك، انت بتتجوز بشر. لازم تتحملها ولازم تتحملك ولازم تتغاضى ولازم تغض الطرف عن حاجات وتتغافل عن حاجات عشان الدنيا تمشي وتكمل. وفي الجنة بقى إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن عربا أترابا. كل الصفات اللي انت مش عاجبك مش هتلاقيها، هتلاقي الحاجات كويسة. إنما صدقني رائد الأعمال اللي حياته ما بين علاقة وانفصال وجواز وتعدد ومشاكل البيتين وطلاق ونفقة، ما عندوش وقت أصلا يشتغل، ما عندوش وقت يشتغل بكمية المشاكل دي، منهك في انه قاعد بيلف حوالين قلبه. طب مفيش وقت. طب حضرتك بتشتغل الصبح وبعد كده تروح تنام ساعة ساعتين وترجع تشتغل بالليل، انا هقول لك على ده ما بيعملش اي مشاكل؟ لان انا على طول ده في خاطري. انا بحس ان الجواز بيعطل الشخص اللي عايز يعمل حاجات كتير. بيخلي يتجوز حد فاهمك بقى، اوكي، حابب اللي انت بتعمله. حابب اللي انت بتعمله. يعني انت عارف مش بيبقى فيه كتير في القصص والافلام والكلام ده حد ايه واحد متجوز واحده بعيده عن المجال خالص وبعد كده حب زميلته في الشغل وعايش في الموضوع دي اللي فهماني. طب ما حد يتجوز زميلته في الشغل وخلاص ونخلص. ايوه يعني طب ما قبل ما انت يعني فاهم، ما خلاص، ما لو في فعلا حد لو انت مثلا رائد اعمال في الشغل وحد في الشغل معك فاهم الموضوع ده، ليه نعمل القصة بتاعت الأفلام والنزوة وشباب امرأة ما نبعد عن القصة دي كلها. وطالما لو في الشغل حد مناسب فاهمك وبيعزك وبيقدرك وبيقدر مجهودك وحريص عليك وعلى شغلك، هو نوت صح، انت تلاقي حد زي ده تاني فين؟ فده مهم يعني. فحين الواحد يقعد يدور على حاجات حوالين الدنيا كلها ويدور الدنيا حواليها كده وهي قدام عينيه وهو مش شايفها. اوكي، فانا من انصار الجواز في الشغل. بس ده سلاح ذو حدين. يعني اكيد الجواز حد ايه ينفع ان الدنيا تنفع. وعشان ما يبقاش ايه، عارف اقول لك ايه، عامله زي برضه عارف القصه بتاعت لما حد يبقى عنده مشكله ما بين امه وزوجته، فيا بخت اللي والدته تزوجه. اوكي، فيبقى هي ما انت اللي جايباها بقى، يعني ما يقعدوش بقى ايه يعملوا. فهي القصه دي اللي بيبقى عنده أزمة في حياته ما بين زوجته اللي في البيت اللي مش عارف حاجة عن شغله وحبيبته اللي في الشغل، يعني الموضوع ده مؤرق وصعب. واحنا شعب عاطفي ايوه وبيفضفض
ومالك زعلان ليه يا عمر؟ ايه اللي حصل؟ قرفاني. تعال انا اللي ادلعك. ده كتير يعني، ده كتير. انت متضايق ليه؟ ما فطرتنيش. انا اللي فطرك. ايوه. فتلاقي نفسك غصب عنك بتميل، فاهم؟ فدي مشكله. واحنا عاطفيين. في ناس، في شعوب تانية عمليه مش فارق معاها الكلام ده ولا فارق معاها حاجه، انما احنا بنتاثر. فانا شايف انه جزء مهم جدا جدا من معادله النجاح الاستقرار العاطفي. ده بيفرق جدا جدا. ده بيشطب حته التفكير اصلا في والتشتيت. تشتيت الذهن. خليك مركز في اللي انت بتعمله وبتفكر فيه. طيب انا عندي سؤال بخصوص في كده مقوله مشهوره اسمها الميديكال توريزم. انا كواحد مهندس الباك جراوند بتاعي في الطب مش قد كده، انا بالنسبه لي ان هو يعني هل ده معناه ان انا بسافر علشان اتعالج بره عادي زي ما كنا بيعملوا من الثمانينات، ولا ان انا مثلا رايح اكتشف حاجه جديده بره في الميديكال؟ ولا بص يا سيدي، موضوع الميديكال توريزم ده احد اهم المجالات اللي لو اشتغلنا فيها كمصريين بما يرضي الله هينقل البلد نقله جامده جدا جدا، وهيدخل عمله صعبه، وهيدخل دولار، وهيدخل حاجات قويه جدا جدا، وهيفرق في 40 صناعه. تخيل مهنه السياحه العلاجيه بيشتغل فيها 40 وظيفه. 40 وظيفه. ايه تعريف السياحه العلاجيه؟ ببساطه هي السفر من دوله الى دوله بغرض العلاج. السفر من دوله الى دوله بغرض العلاج. اغلب اللي بيسافر من دوله لدوله بغرض العلاج السبب حاجه من اتنين. الاغلب ان تكلفه الخدمه دي غاليه في بلده، وهو بيدور على الخدمه دي في بلد تكون اوفر. الهدف الرئيسي ورقم واحد للسياحه العلاجيه في العالم، رقم واحد ان انا بدور على مكان الجوده بتاعته عاليه ولكن السعر اقل. على سبيل المثال لو هنتكلم في الخليج عن زراعه الاسنان، زراعه الاسنان مش متغطيه بالتامين. طيب لو واحد عايز عنده 3 دروس محتاجين ان هم يتزرعوا مثلا، الواحد ب 5000 ريال في المتوسط، فالثلاثه ب 15000 ريال. اوكي. 15000 ريال دول هو ممكن ب 10000 ريال منهم بس يجي يعملهم في افضل مستشفى في مصر، شامل الطيران والاقامه والفندق، ويتفسح والدنيا زي الفل، وفي مستشفى اعلى من المركز الاسنان اللي هو هيعمل فيه في الخليج. اوكي. وجوده اعلى وخامات اقوى وقصص زي كده كبير. فلما هنيجي نتكلم في حاجه زي الحقن المجهري، الحقن المجهري في امريكا ب$20,000. انت ممكن تعمله في مصر ابتداء من 20,000 جنيه. واو. يبقى ده معناه ان الحقن المجهري في امريكا 50 ضعف الحقن المجهري في مصر. وخد المفاجاه الاكبر، نسب النجاح في مصر اعلى من دول تانية كتير بره. مصر قويه جدا في المجال ده. بس احنا يا دكتور احنا اوريدي في الحته دي يعني في ناس كتير بتقولك انا رايح مصر اعمل العمليه الفلانيه، رايح مصر. طبعا الفتره اللي فاتت للاسف الموضوع قل عن التسعينات مثلا، بس من قبل كده من التسعينات الثمانينات كانت مصر معروفه ان الناس بتروح لها من الشرق الاوسط يعملوا البروسيجرز اللي محتاجه دكاتره امكانياتهم عاليه. ده كان يعني كويس جدا جدا زمان، قل جدا دلوقتي على عكس المتوقع. المفروض يبقى ازيد، قل لكذا سبب. سبب من عندهم، سبب من عندنا. السبب اللي من عندهم ان الرعايه الصحيه اتطورت عندهم جدا جدا، وبقى في الخليج مستشفيات عملاقه جدا جدا، وشركات التامين الطبي بقت قويه قوي ومغطيه اغلب الحاجات. في اي عمليه متغطيه بالتامين طبعا مش هيجي. احنا بنتكلم في العمليات اللي مش متغطيه بالتامين. تمام. طيب. تجميل الحاجات دي. تعال نشوف بقى المشكله اللي من طرفنا. المشكله اللي من طرفنا للاسف شغل الفهلوه وعدم المصداقيه، والشغل اللي اساء الينا كثيرا من قله ادت الى ان البعض بيعمم. فيبقى في عمليه جراحيه معينه يسالوا فيها الجراح قبل ما يجوا مصر، يعني العمليه دي بكام؟ فيقول لهم مثلا $10,000 مثلا. يجوا هنا يقول لهم ما عرفتوش، ده طلع الفله في المنافله، وطلع في عفريت في المعده، وطلع مش عارف ايه، بقت $20,000. اوكي. قرفوا من الموضوع ده بقى، وبيتكرر بشكل كتير جدا جدا جدا. انفليشن في الفواتير، ومشاكل كبيره، وتغيير في الكلام، والاتفاقات بتحوير وكذب وحاجات كتير، وللاسف من اسماء كبيره سواء المستشفيات او الافراد قبل الصغيره. فده خلى الناس اللي كانت مصر هي وجهتهم الاولى في السياحه العلاجيه يبداوا يفكروا في واجهات اخرى، على راسها مين بقى اللي مكتسحه؟ الهند.
الهند في الطب. الهند الناس معتقده لا يا عم، مين يقول لك ده الهند ده مش اللي هم بتوع الافلام دول، ده اكيد خايبين. ابدا، عندهم مستشفيات قويه جدا جدا جدا، اقوى من اوروبا، وبيعملوا شغل قوي جدا. احنا بنتكلم في كوست افكتيف. اوكي. يعني على سبيل المثال تخيل احنا عندنا في اعتماد عالمي للمستشفيات عشان نوحد معيار الجوده، وهو اللي علاقه بالجي سي اي. في مستشفيات الجي سي اي في الهند بتعمل عمليه القلب المفتوح $6000 فقط. تخيل $6000 فقط، يعني رينج 300,000 جنيه. انت ممكن لو انت تعمل عمليه قلب مفتوح مثلا في دار فؤاد او عمليه ممكن تكلف اكتر من كده، على حسب ايه الرينج وايه الحاجات وكده. وبيعملوا ايه كمان عشان يعملوا تحفيز؟ انه بيبقى ماضيين نسبه نجاح العمليه 99%، ولو العمليه فشلت تاخد فلوسك كامله. لو العمليه فشلت انا مش هعيش عشان اخد فلوسي كامله، دي قلب مفتوح. مين اللي قال انك مش هتدفع؟ هتدفع. هو لو مريض عمل عمليه قلب مفتوح واتكلفت مثلا 350,000 جنيه هنا، ومات بعد يومين من العمليه، ملناش دعوه، بيدفع. اوكي، هم مدين حاجه اضافيه بقى، انه لو مات بسبب العمليه هنرجع لك الفلوس. فده جاذب بقى شركات كتير جدا وعامل حاجه قويه جدا. ده بالنسبه لمين؟ ده بالنسبه لتركيا، ده بالنسبه للهند. المنافس الثاني اللي دخل لمصر بقوه شديده جدا جدا هو تركيا. تركيا بقت واجهه قويه جدا جدا في السياحه العلاجيه، وبيعملوا حاجات قويه جدا باسعار قليله جدا. يعني تخيل مثلا يعمل عمليات زراعه الشعر والكلام ده بشكل مميز قوي في مستشفيات وفنادق، ومستشفيات متعاقده مع فنادق وبتبقى باكج مع بعضها، الطيران بالفندق بالعمليه والكلام ده كله، باسعار تبدا من $600. واو، متخيل؟ فده مبلغ قليل جدا، فاهم؟ هي المفاجاه ان مصر انت ممكن تجيب حاجات باقل من كده، انما بالنسبه اللي بره بالنسبه له ده مبلغ قليل جدا. بس هي فرق منتاليتي، لان أيوة. اصل المشكله حضرتك بتقول عليها دي مش بس في مجال الطب، هي للاسف في كل المجالات. احنا كشركه مثلا او اي شركات بتصدر خدماتها الى الخارج، لمجرد ان هي بتصدر خدماتها الى الخارج بتضربها في فاكتورز عاليه جدا. انت الادفانتج بتاعتك الكوست، فما تروحش تضرب في فاكتورز عاليه جدا علشان فدي مشكله. فقلنا ايه الغرض الاولاني للناس اللي بتسافر سياحه علاجيه؟ رقم 1 بتدور على عمليه تكون ارخص، ده الغرض الاولاني. طيب ايه الغرض الثاني؟ انا برتبهم لك بترتيب الفريكوانسي. الغرض الثاني ان حد مسافر عشان يعمل عمليه معينه مش موجوده في بلده. اوكي، وده موجود كتير جدا، بالذات في ليبيا، في الكويت، في اليمن. ممكن بيكون في بعض العمليات، يعني مثلا لو هنقول بعض المرضى الليبيين في مجال الاورام الانكولوجي، في بعض العمليات مش موجوده هناك فعلا، فبيبقى بيدور على بلد تانية عشان يجي. وبالنسبه له مصر بتكون طبعا خيار كويس جدا جدا، تمام، خيار رائع. فده بالنسبه للغرض الثاني من السياحه العلاجيه، ان انا بدور على عمليه هي مش موجوده في بلدي، فانا سافرت مضطرا، تمام. طيب الغرض الثالث وده اقل، ان انا مسافر للحصول على جوده اعلى. ده اقل حاجه طبعا. احنا عندنا مقوله شهيره، انت عندك كذا كذا كذا، روح المانيا. ما هي دي، ما هو مين اللي بيقدر يعمل كده؟ احنا بنتكلم لو عندنا 100 عميل على القدره الشرائيه، كم حد دلوقتي يكون قدامه ان هو يعمل العمليه هنا في مصر بشكل كويس، بس مع القدره الماديه انه يعمل العمليه دي في المانيا؟ اوكي، العدد قليل جدا. يعني انت لو انت طالما اتكلمنا بقى في الموضوع ده، انت اولا عشان تحصل على الفيزا الخاصه بتاشيره العلاج في المانيا، انت محتاج يكون معاك ما يثبت انك معاك مبلغ في البنك باليورو ممكن يعدي 150,000 يورو. تتخيل الرقم؟ تخيل مبلغ حتى لو العمليه سعرها ارخص بكتير، ملوش دعوه العمليه بكام ولا ايه نظامها. ما احنا في المستشفيات انت مش عارف هتقعد قد ايه وايه اللي هيحصل. ورينا ما يثبت انك معاك كذا. في ناس ممكن يكون اقل، وفي على حسب العمليه ممكن ناس يتطلب منهم اكبر. مين معاه كده اصلا؟ يعني على اي اساس؟ فاهم؟ وهناك التكاليف عاليه جدا 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 فوق ما تتخيل. هو للالماني ببلاش، انما للي جاي من بره فدي تكلفه كبيره جدا. حد هيعمل حاجه في لندن غاليه جدا، حد هيعمل حاجه معينه في امريكا غاليه جدا 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 جدا. انت فاهم؟ فعشان كده دي الثالثه في الفريكوانسي. فاحنا لو عندنا 100 مريض هتلاقي ان من ال100 دول 50 على الاقل بيسافر سياحه علاجيه. ليه؟ عشان ارخص،
عايز ان انا لو في عمليه زي ما قلت لك نفس المثال اللي قلت لك ده مثال عمليه تكميم معده، عمليه زراعه شعر، عمليه زراعه اسنان. انا بدل ما مثلا هعمل العمليه ب 25,000 ريال عشان اعمل تكميم معده مثلا في الخليج مثلا، لا انا ممكن ب 15,000 ريال اعمل العمليه دي في مصر شامل الطيران والاقامه واتفسح وعمليه مش ارجنت واروح واجي وابقى ريهابيليتيشن وارجع. وفي ناس كتير جدا خصوصا في حاجات التجميل والحاجات دي وكده بيحب فكره ايه، سافر، عارف اللي يقول لك سافر لبنان ورجع شكله متغير، سافر باريس ورجع شكله متغير. ففي ناس كتير بتحب ده. وعايز اقول لك على حاجه يعني احنا تميزنا بيها برضو في اشفاء، على عكس للاسف كتير من شركات السياحه العلاجيه التانية بشكل سوء سمعتنا برضو في حاجات معينه. ايه هي؟ ان لازم ننتبه كويس جدا جدا ان مش كل عمليات التجميل حلال. في عمليات تجميل حرام فعلا. أيوه. يعني ايه الفرق او ايه الضابط ما بين عمليات التجميل الحلال او الحرام، او ايه الصح او ايه الغلط؟ انا دلوقتي خلينا على سبيل المثال لو هنتكلم في حاجه ليها علاقه بعمليات تجميل الثدي مثلا. دلوقتي انا رب سبحانه وتعالى خالق للمراه الثدي ليه حجم طبيعي، تمام؟ ايه الابنورمال؟ انه يكون اصغر من الطبيعي او بمرور السن تهدل وبقى اكبر من الطبيعي. فعمليه التجميل الحلال المظبوطه التي لا شيء فيها هو الاعاده للوضع الطبيعي، الاعاده للوضع الطبيعي. طيب واحده الحجم طبيعي ولكن هي عايزه تضخيم لحاجات شاذه بقى، حاجات افلام، حاجات في دماغها مش عارف ايه الكلام ده، العمليه دي لا تجوز اصلا. المفروض الطبيب وعلى فكره مش قصه بس اسلام او غير اسلام او دين هو طبعا انا بتكلم ethically and medically. الطبيب وورلد وايد نوت الاود اصلا انه يعمل عمليه تخرجك عن الاورثو او الايو. كلمه ايو السليم الطبيعي، انت كده بتشارك في جريمه طبيه اصلا. هو انا بس كان يعني لو هرد على حاجه زي دي بس اقول لو احنا بنستهدف السياحه الطبيه فاحنا برضو بنستهدف الاوروبيين وناس ديانتها مش الاسلام، برضه انا ما اقدرش افرض عليه حاجه. يعني الموضوع ملوش علاقه بحته اسلام وعدم اسلام زي ما بقول لك. الموضوع له علاقه بايه اللي ينفع في الطب وايه اللي ما ينفعش. انا ما ينفعش اشارك المريض في غلط. دلوقتي احنا درسنا في الطب على الظهر غير كده. انا ما ينفعش ادخل المريض غرفه عمليات لغرض غير طبي اصلا، دي جريمه طبيه. اوكي. للاسف الفيديوهات اللي انتشرت واحنا شفناها وده اللي بقى مشهور للاسف عن مصر في السياحه العلاجيه بالغلط، وده مش كده طبعا. ان واحده تكون جايه لحد وتجيب له صوره لواحده معينه عامله مثلا مؤخره برازيليه ولا مش عارف ايه في صوره كده بالميول بيكيني، وتقول له ينفع ان انا ابقى زي دي؟ فيديوهات مشهوره. يقول لها طب اقلعي كده، تقوم تقلع ويتعمد انه يجيب في الفيديو جزء ظاهر من جسمها عشان ياكد لنا انها قلعت. ويقول لها وريني كده، فيمسك شنبك ويقول لك هينفع ان شاء الله. ايوه ربنا يخليك يا دكتور وتنام. هي دي السياحه العلاجيه. ايوه للاسف ده الاكثر طلبا. بس يعني وقتها لو واحد جاي انا لا هو ده لا يجوز طبيا اصلا بعيدا عن حل الحرام. لو واحد عايز يعمل انا لو طبيب مش مسلم، بوتوكس. انا بقول لك انا لو طبيب مش مسلم خالص طبيا ده ما ينفعش اصلا. الطبيب احنا عندنا في الطب انا هدخل المريض لعمليه جراحيه لازم يكون في حاجه اسمها ميديكال نيسيستي، يعني ضروره طبيه. انما انا لما ادخل مريض وببنجه فور فن عشان هي عايزه شكل مؤخره برازيليه مش تعملوا بعيد عننا بقى. يعني انت فاهم قصدي؟ يعني فاهم دي مشكله كبيره. انا فاهم قصدك، لكن طبعا اي تدخل طبي لازم يكون لسبب طبي، اذا في انديكيشن. ولكن طب ما هو يعني شركات الادويه بتعمل كوزماتكس مفيش مشكله. فمثلا لو حد عايز يعمل بوتوكس كل اللي العمليه الجراحيه، فاهم؟ دلوقتي تعال نتكلم في موضوع البوتوكس. انا لما يكون عندي انا الطبيعي، ربنا خلقنا طبيعي بتجاعيد ولا من غير تجاعيد؟ تجاعيد. لا احنا يعني بدون تجاعيد في الاصل طبعا اول ما نتولد. ايوه انت فهمت ان القصه في الاستعاده الريستوريشن للطبيعي. كل ما انا بعمل ريستوريشن للطبيعي مفيش مشكله. هي المشكله في تغيير خلق الله. عارف ولا امرنهم فليغيرون خلق الله. بس انا برضو انا بغير. لو عندي، ما انا بقول لك انا عايز اعمل بوتوكس عشان استعيد شكل الطبيعي، في علماء قالوا مفيش مشكله. المشكله في التغيير قوي عن الشكل الطبيعي. بس انا بدخل كيميكالز في جسمي، هي اصلا مش من ضمن جسمي زي سواء السيليكون. عشان كده في ناس قالوا انها لا تجوز. بس في ناس جوزوها ان في ايه، قال لك اهو برجع للطبيعي. مثلا حاجه زي موضوع تجميل الانف، في ناس عندهم حاجه اسمها ديفييتد نيزل سيبتم، يعني ان الحاجز الانفي معوج. فالتجميل في الحاله دي ضروره طبيه. انما
واحده مناخيرها كويسه، هي كل فكره ان مناخيرها مش عاجبها شكل المناخير اللي ربنا خالقها، انا عايز اغيرها وخلاص. فتلاقوا بعد كده سبحان الله بقى الفتحه، ما انت لو بتغير خلق، ما هو ربنا ادرى. أيوة. ربنا لو كان يعرف ان هي هيبقى شكلها اجمل بالموضوع ده خلاص. ده غير لما يكون واحده عندها ازمه معينه في حاجه بارزه بشكل مش طبيعي، خلاف الطبيعي، فاحنا بنرجع للطبيعي. فطب التجميل مش للتشويه، لا، التجميل ريستوريشن للطبيعي. عارف بدايه طب التجميل كان فيه اصلا إيه؟ طب التجميل الحرب العالميه بدايه في الحروق الثانيه تقريبا، لا ان الحروق، فناس عندها تشوهات، فازاي انا عندي حته من الجلد فهعمل لها ريستوريشن، ازاي اعمل ترقيع. ده الاصل في طب التجميل، مش في النفخ والشد خالص، يعني مش ده الاصل فيه. ماني توكس الاقتصاد بقى بيبقى ما انا فاهم، ما هو إيه، مش كل الماني حلال. فاحنا بتكلم عن المفروض ان اغلب الناس اللي يعني بيتفرجوا علينا على اقل تقدير بيحاولوا يتحروا الحلال والصح والبعد عن الحاجات اللي فيها شبهه. وزي بقول لك والله الموضوع مش مجرد بس اسلام او غير اسلام او كده، ولكن ان الواحد بيتقي الشبهات وبيشوف ايه اللي يقدر يعمله بشكل كويس. فانا عايز اقول لك ان الحاجات اللي فرقتنا مثلا في اشفاء عن شركات تانية كتير، ان بقيت شركات تامين عارفه ان اشفاء بتاعه عمليات السياحه العلاجيه الثقيله، العمليات الحقيقيه. فبدا حتى العملاء اللي هو يعني هتلاقي مثلا للاسف من اكتر العمليات اللي بتطلب برضه في حاجات السياحه العلاجيه اللي هم العمليات اللي بيكسفوا يعملوها في بلدهم ويبقوا عايزين يعملوها في عمليات تانية، زي الترانسجندر مثلا. ان مثلا راجل عنده سلوك شاذ عافاك الله، فعايز ان مثلا يتحول لفيميل مثلا، ومفيش اي ميديكال نيسيستي في كده، كشف عليه طبيا ونفسيا وكذا، ده مجرد شذوذ عن الطبيعي ومفيش مستشفى رد تعمل له كده. فيكلمنا في مصر بقى عشان نعرف بس ممنوع في مصر. اهلا، ما هي بتتعامل بشكل الليجل يعني بشكل الليجل. اوكي، هو جاي بقى وهنوديه مستشفى، فليه كده؟ ليه؟ فانا اقول لك على حاجه، اكبر اعتماد للسياحه العلاجيه في العالم اسمه تيموس انترناشونال في المانيا. احنا الحمد لله في اشفاء احنا الشركه الاولى والوحيده في مصر وافريقيا والسعوديه وقطر والخليج المعتمده باعتماد تيموس انترناشونال في جوده السياحه العلاجيه. مفيش منافس لينا الا في تركيا والهند ودول اخرى، فدي نقطه قوه قويه جدا جدا. عايز اقول لك ان هم احترموا جدا، واحنا بنعمل حاجه اسمها سكوب ان وسكوب اوت، يعني ايه العمليات اللي بنعملها وايه العمليات اللي مش بنعملها. عملنا مجموعه كامله من العمليات الجراحيه الخاطئه، وقلنا ان دي a list of banned surgical operations because they are حرام in our religion. قالوا ريسبكت واحترموا الموضوع ده جدا جدا. السياحه العلاجيه اصلا بتعلمك احترام المعتقدات للاخرين حتى لو مختلفه عن معتقداتك. على سبيل المثال احنا باستثناء طبعا الصهاينه والكلام ده كله مالناش دعوه، عايزين نتكلم على يهودي متدين. اليهودي المتدين اللي هو هتلاقيه بيغلط اصلا اللي بيحصل في غزه والكلام ده كله، جاي لك وبيتعالج، ده حقه ان هو ياخد الخدمه الطبيه الصحيحه. أيوه. لازم تحترم ان ليه اكل اسمه كوشار. الاكل ده عارف زي ما احنا لينا اكل حاجه اسمها حلال ومش حلال، وفي المسيحيه اكل صيامي ومش صيامي، لازم انت عارف ايه الاكل الكوشار والاكل اللي مش كوشار، وايه الاكل اللي ينفع له والاكل اللي ما ينفعش. فمن السياحه العلاجيه احترام الكالتشر دي، فاهم؟ طب خلينا نتكلم في حاجه اشد، عشان بقول لك الموضوع مش مجرد اسلام بس. في بعض المعتقدات السيخيه والهندوسيه ان نقل الدم حرام. فتخيل في مريض عمل حادثه معينه ولازم يتنقل له دم، لازم ياخدوا موافقه من اهله ان هل هننقل له دم ولا لا. انت متخيل؟ بل عندهم ان حلق الشعر حرام، فعنده انك لو بيبقى لابس العمه عشان وراها تحتها شعره من يوم ما اتولد المفروض ما يحلقها، فعشان يعمل عمليه مخ وكانت فيلم كبير جدا جدا عشان ناخد موافقه منه او من اهله انه شعره يتحلق له. فما فيش حاجه اسمها انا مالي ومال يا عم الكلام انت بتقوله غلط، لا، تحترم معتقداته بعقله والكلام ده كله. فاللي انا عايز اقوله ان اندستري السياحه العلاجيه دي يا عمر، انا شايف ان دي من اقوى المجالات اللي هتفرق مع مصر بشكل كبير جدا جدا جدا، لانها مش مجرد خطوه الطبيب والعمليه خالص. لا، انا عايزك تشوف كده، يعني خليني احكي لك سمبل بزنس كيس بسيطه تشوف بيها خدمه السياحه العلاجيه دي بينتفع فيها كم حد وانت هتفهم الموضوع. صلى على النبي. دلوقتي لو هناخد مثال معين لمريض سعودي عايز يعمل عمليه تكميم معده في مصر مثلا، اوكي، عايزك تشوف الجيرني بتبقى عامله زي بتسمى patient journey. اول حاجه
ان هيتم اونلاين كونسلتيشن عن طريق الابلكيشن. عندنا مثلا في اشفاء ابلكيشن تقدر المريض يكلم الدكتور اوديو كول او فيديو كول او شات، فبتكون انت سهلت التواصل ما بين المريض والدكتور ويقدروا ان هم يكلموا بعض. تمام. والدكتور طلب منه مجموعه من التحاليل والاشعه والكلام ده، طيب عشان يبدا يشوف. فاول حد انتفع مين دلوقتي؟ الجراح. تمام. شوف بقى مين الناس اللي بتنتفع. اولا في السعوديه، عشان كده احنا فتحنا شركه في السعوديه وعندنا شبكه طبيه في السعوديه. الطلب تحاليل والطلب اشعاعات وحاجات معينه، فاحنا بننسق له كل الاجراءات الطبيه الخاصه بالحاله بتاعته دي. احنا بنعمل له حاجه اسمها ميديكال كونسيرج. ميديكال كونسيرج دي كيس مانجمنت اند كير كوردينيشن، يعني اداره الحاله الطبيه وتنسيق الاجراءات الطبيه له. اداره الحاله الطبيه بالالكترونيك ميديكال ريكورد اللي هو الملف الطبي الالكتروني بتاعه اللي فيها كل البيانات، والدكتور خد منه الهيستوري والحاجات المختلفه وايه الحاجات اللي هو طالبها منه. فاحنا بندير له ده وبننسق له الخدمات. كل اللي ينفع يجي له في البيت احنا بنعمله له في البيت. يعني لو محتاج دكتور في البيت، تمريض في البيت، علاج طبيعي في البيت، اشعه او تحاليل في البيت، رسم قلب في البيت، ايكو في البيت، الدوبلر والدوبلكس لحد الغسيل الكلوي في البيت. فدي صناعه اندستري اسمها الخدمات الطبيه المنزليه. فشوف كل الناس دول ممكن كم حد، عايزك تشوف بس كم حد بينتفع من الدكتور اللي ممكن بيجي له في البيت، ده غير الدكتور يعمل له عمليه، التمريض اللي بيجي له في البيت، فن التحاليل اللي هيجي يسحب منه التحاليل في البيت، فن الاي سي جي اللي عمل له رسم القلب، التمريض اللي الدكتور اللي بتاع القلب اللي عمل له ايكو اللي هو بتاع السونار على القلب، لو دكتور الاوعيه اللي عمل له مثلا لو مطلوب دوبلر او دوبلكس او حاجات معينه في حاجات الاوعيه، فن الاشعه اللي جه عمل له بلين اكس راي في البيت، بدكتور الاشعه اللي عمل النتيجه. انت متخيل كم حد بيستفيد لحد دلوقتي؟ ولو كان الدكتور طالب منه مجموعه ادويه او حاجات معينه تحضير للعمليه، فيبقى الصيدلي والصيدليه اللي استفادت من الدواء اللي اتعمل. طيب ده في التحضير اللي قبل العمليه. طب الرحله بقى نفسها ايه؟ هو محتاج يجي مصر. طيب احنا محتاجين بقى بنتواصل مع شركه السياحه لتظبيط لو هو مثلا محتاج تاشيره ولا لا، تنسيق فندق ولا لا، تنسيق الليموزين والتوصيل والكلام ده واحده واحده. فبناخد له السايكل كامله، الجيرني كامله. فعايزك تعد معايا بس السايكل كم مستفيد، كم شخص مستفيد. اولا نسقنا له الشخص الليموزين، الكار درايفر، الكار كابتن اللي هياخده من البيت لحد مطار الرياض مثلا. تمام. هذا واحد. ثم مين الشخص اللي في مطار الرياض ماسك الساين وبيستقبله عشان يعمل له الاجراءات وتخليص الحاجات لحد ما يركب طيارته. هذا شخص تاني. ركب الطياره، اولا لو كان محتاج الاول ميديكال اسيستنس في حاجات ليها علاقه بعربيه والكلام ده، فبيبقى فيه برضه موظف خد فلوس في ان الويل تشير اللي بيبقى موجود جوه المطار لحد ما يدخل جوه المطار، ده حد غير المرافق المعمول. طيب دخل المطار، لما يتم استقباله هو في مطار القاهره، الشخص الثاني اللي لو على الويل تشير المصري اللي في مصر اللي هياخده بالويل تشير وياخد فلوس، كل ده احنا بننسقه بقى. أيوه. فاحنا بنحجز له ايه الطياره لحد ما ينزل المطار. ثم الشخص اللي بصاين اللي واقف بيستقبله من المطار بيوديه للكار كابتن اللي في الليموزين. فاهم؟ اوكي. فالكار كابتن بتاع الليموزين اللي في مصر كل دي بيوت مفتوحه في حاله واحده. فاهم؟ هيوصلوا من المطار لحد الفندق. ثم كل العاملين في الفندق بقى، من اول موظف الفاليل اللي خد منه العربيه مثلا او الحاجات اللي وصلته، الريسبشنست، الناس دي كلها اللي بتتعامل معاه، الناس بتاعت الهاوس كيبنج والكلام ده كله. شو دي اندستري السياحه اللي موجوده في مصر بتستفيد عامله ازاي؟ طيب الشخص ده المفروض هيحتاج خدمات طبيه منزليه زي ما قلنا. فنقطه لما جه هنا بقى مصر التحضير العمليه، ما هو بيبقى في حاجه اسمها بري اوبراتيف واوبراتيف وبوست اوبراتيف، قبل العمليه أيه. اثناء العمليه وبعد العمليه. فشوف قبل العمليه التمريض اللي جه سحب له تحليل من البيت، فني الاشعه اللي جه عمل له، الفني الممرضه اللي جت عملت له اي سي جي، الدكتور اللي جه عمل له ايكو، الدكتور اللي جه شافه، الدكتور العلاج الطبيعي اللي جه جهز له بعض حاجات. الى جانب كل ده لما هو بيطلب مثلا اكل او شرب، واحنا مثلا بيتحضر العمليه فلازم كلينيكال نيتريشن بشكل معين، فدكتور التغذيه العلاجيه اللي نسق له الموضوع مع المطعم اللي بيعمل الهيلثي فود اللي هيوصل له، موظف الدليفري اللي وصل له. انت شايف سبلاي تشين عامله ازاي؟ طيب خلصنا له البري. تصرف على كل الناس دي؟ طبعا. يا نهار ابيض. طبعا. وكل ده مستفيد. طيب ايه اللي بيحصل بقى دلوقتي؟ وكل ده ارخص بيه كتير جدا من لو عملها في بلده.
بجد والله ما هي بتبقى باكج. ما انا بديك مثال بالرقم اهو. ممكن حد حتى يسمعنا يجربها بنفسه. حد هيعمل 3 دروس المفروض يبقى 15000 ريال، احنا يدفع معانا 10000 ريال بس هنعمله كل ده. كل ده كل البروسيس دي، كل القصه دي، ولا ما تدفعش اي حاجه اصلا. ايوه خلاص فاهم. طيب بس عايز اقول لك احنا ازاي بنشغل معانا 40 وظيفه. 40 وظيفه. طيب بعد كده نقطه لما هو بيبقى هيروح بقى للمستشفى. لما يروح المستشفى بنبقى معينين ليه حاجه اسمها اشفاء ميديكال كومبانيون، المرافق الطبي اللي بيتكلم لغته. اوكي فاهم؟ لو هو عربي اوكي مفيش مشكله. واحيانا عندنا الناس اللي هو بيبقى ايه زيك مثلا كده، حد اتولد في الخليج فبيعرف يفهم عليه. يعني هقول لك على حاجه، احنا بنفهم كويس كلام السعوديين بس ما نتكلموش. بس في ناس معينه ممكن في حفر الباطن، ناس معينه في الجنوب، ناس كده هيبقى الاكسنت شديده شويه، ممكن بعض الكلام انت ما تعرفش تفهمه كويس. يعني مثلا في بعض ناس مثلا في قطر من الكبار في السن شويه، وفي بعض الحاجات من اللي هو كان حتى خارج الضحى كده، في مصطلحات وفي حاجات احنا مش عارفين نسمعها كويس. مثلا ايه بدل القولون يقول لك غولون، في مش عارف ايه ده، اسماء للادويه، اسماء للوصف الالم، وكان محتاج حد فاهم ده فبنوفر ده. عندنا مثلا المرضى الالمانيين، عندنا حد بيتكلم الماني بيجي، الفرنساوي فرنش، اللي بيتكلم انجليزي مع حد بيتكلم انجليزي بشكل كويس، بيبقى مرافق معاه في المستشفى خطوه بخطوه عشان يزل كل الباريرز اللي بيقابلها، كلانجوج بارير في الاستقبال في الكلام ده. فلما نتعامل مع المستشفيات اللي ليها مسار للانترناشونال بيشنتس، مش اي مستشفى. فعشان كده اغلب تعاملنا مع السعودي الالماني، مع دار الفؤاد، مع السلام الدولي، المستشفيات اللي فيها مسار للسياحه العلاجيه، والمستشفيات المعتمده تيموس زي مستشفى مصر للطيران، مستشفى النصر كيورا، حاليا كليوباترا برضو دخلت في المجال ده باعتماد تيموس. فهو تيموس ده بقى كلمه السر اللي بتجمع العاملين في مجال ايه السياحه العلاجيه. وانا الحمد لله من الحاجات اللي بفخر بيها جدا ان اول دفعه في العالم من تيموس ابروفد كونسلتنتس، انا الحمد لله كنت من اول دفعه في العالم اعتمدت كتيموس ابروفد كونسلتنت، الحمد لله كاستشاري معتمد من تيموس. وبتشرف الحمد لله ان انا كنت اول مصري وعربي يدخل مقر تيموس في كولون في المانيا، الحمد لله، بحيث انك تبقى بتتعلم من الناس نفسها. رئيسه تيموس حاليا اسمها دكتور كلاوديا ميكا، من الناس المميزه قوي قوي، وهي رئيسه تيموس في العالم. فحابه بتشرف انها يعني بتعتبر صديقه شخصيه رائعه، يعني الواحد بيتعلم منها كتير. وان شاء الله باذن الله في بدايه الشهر الجاي ده داخل كمان اللي هو تيموس اسيسور، يعني يبقى الواحد غير كتيموس كونسلتنت بتجهز المستشفيات والشركات للاعتماد، لا انك تبقى من السيرفيورز والاسيسورز اللي بيكونوا في تيموس عشان يعملوا اسسمنت للمستشفيات في الدول المختلفه. فالواحد الحمد لله داخل في مجال الكونسلتيشن والاسسمنت في تيموس والسياحه العلاجيه لدرجه عالميه عاليه جدا، تعتبر اعلى درجه في العالم الحمد لله. فاللي انا عايز اقول ان احنا بنتعامل مع المستشفيات اللي عندهم نفس الكالتشر بتاعتنا دي. تمام، تسمح لي اقول ان ما شاء الله حضرتك بجد في درجه احسان عاليه جدا في الشغل. ربنا يجعلنا ناس كتير اللي حضرتك كنت بتقول عليها البروسيس دي كلها، كميه الاوفر هيدز اللي قاعده بتتصرف دي، ناس كتير كانوا هيوفروها يعني مش هياخدوها. حضرتك بتصرف في كل تفصيله، فكواليتي الشغل طالعه حلوه. ده الحمد لله، يعني ده طبعا باين في نجاحكم الحمد لله، واكيد ليه اجر كبير عند ربنا يا برضه. رب يا رب. فده اللي احنا بنبتغي بيه الاجر والثواب. وناس كتير والله في التيم بيبقى عندها الباشن ده وعندها الرغبه دي. انا عايز اقول لك ان بعد ما الميديكال كومبانيون ده جه، يعني في ناس احيانا بتبقى مش عارفه انها تسافر عشان مش معاها مرافق. احنا بنوفر له مرافق فيقدر انه يسافر لوحده حتى لو مش معاه مرافق. احنا بنوفر له المرافق ده، بيدخل معاه الكشف مع المحافظ طبعا على السريه والكونفيدنشاليتي والكلام ده كله للمريض، بيترجم ما بين المريض والدكتور. وعلى فكره مش كل الدكاتره الانجليش بتاعها كويس، يعني ممكن يكون دكتور شاطر في طب بس مش عارف ككوميونيكيشن وعلى انجليزي ثانويه عامه، فمن الدنيا مش احسن حاجه معاه، فهي بتظبط له البارير ده. طيب هو محتاج بقى يعمل سي تي ام ار اي، الحاجات اللي ما فيهاش بورتابل ما بتتنقلش، يعمل سي تي وام ار اي. طب هيدخل عمليات، بيبقى المرافق الطبي بتاعنا واقف بره العمليات وبيطمن اهله، بيطمن اهل المريض. هو دلوقتي داخل عمليه، خرج من العمليه يا جماعه في الافاقه، خرج وداخل الرعايه المركزه. بيبقى عندنا يا عمر موظف دوامه انه بيروح ال8 ساعات بتوعه مثلا جنب المريض في العنايه المركزه، رغم انه ما ينفعش يدخل له، متابع مين الدكتور اللي دخل له ولا لا، مين التمريض اللي دخل له ولا لا، خد دواء ولا لا، خد علاجه ولا لا، الدنيا ماشيه مظبوط ولا لا. عارف لما كل حد بيبقى محتاج حد مرافق قريبه عشان يجيب له الدكتور اللي ما جاش ويجيب له النيرس اللي اتاخرت، بيبقى ده الدور. واول ما يبقى متاح انه يكلم اهله، يخلي اهله يكلموا فيديو كول ويطمنهم اول باول عشان الاهل ما يكونوش قلقانين. فنقطه الفاميلي اشورنس دي نقطه مهمه جدا في الاحسان في الخدمه بشكل قوي جدا جدا. طيب بنخلي بقى ان المستشفيات نمنع الابيوز بقى والكوربشن والفرود في النقاط دي. احيانا هم يطولوا مده اقامته في العنايه المركزه عشان ايه؟ ياخدوا فلوس اكتر.
احنا واقفين ننتبه لدي، لان الميديكال كومبانيون ده ميديكال باك جراوند، سواء طبيب بقى بشري او صيدلي او ثانوي، ده حد دارس بقى هيلث كير مانجمنت وهيلث كير كواليتي، فواقف لهم بالمرصاد عشان المريض ما يقعدش ليله زياده، عشان ما يقعدش ساعه زياده في الرعايه المركزه. اول ما يبقى قادر انه يمشي ويخرج منها يخرج على طول، ويبقى في العنبر العادي او الغرفه بتاعته او السويت بتاعه بيطمن عليه وبيشوف حاجته وهكذا. ثم اول ما يبقى قادر انه يخرج من المستشفى يخرجه فورا، عشان يمنع حاجه اسمها انكريزد LOS اختصار لينس اوف ستاي، ان كتير في المستشفيات عايزه تطول مده اقامه المريض في المستشفى عشان يزودوا عليه الفاتوره. فاحنا لا بنبقى منتبهين للنقطه دي عشان ما يحصلش ده. اول ما ينفع انه يقف على رجليه ويخرج بره المستشفى ويروح يكمل في البيت، احنا بنعمل ده. ويكمل بقى حاجه اسمها بوست اوبراتيف هوم كير، الخدمات الطبيه المنزليه في البيت بقى بعد العمليه، ان برضه نبعت له الدكتور في البيت، وحاجات بقى الفيزيوثيرابي وريهابيليتيشن، وكانت عمليه عظام محتاج علاج طبيعي واعاده تاهيل وتمريض، وحد يركب له المحاليل، وحد يديله الدواء. كل ده بنعمله في البيت لحد ما يتعافى بسلامه الله بشكل كويس. وبيبقى اغلب المرضى روحهم بترد لما بيخرج بره المستشفى، يبقى في مجال او في فندق او في شقته، بيبقى ده اريح له كتير. اول ما يبقى قادر انه يقف على رجليه ويخرج ويمشي، بنعمل له جوله سياحيه جميله جدا، سواء بقى لو كان في القاهره، كتير من الليبيين بيفضل اسكندريه، في ناس بتحب اسكندريه او من الغرب او تونس او كده، او لو في الاقصر او شرم الشيخ على حسب المدينه اللي هو فيها. يعني ممكن هو يحب من انه يجي على مستشفى شرم الشيخ الدولي، او خصوصا لو مريض اردني مثلا او كده. في حد يحب ان هو من الاقصر لو هو من السودان او كده، فاهم، بيحبوا ايه الاقرب. فنوفر له جوله سياحيه جميله جدا. شوف كام حد بقى في الجوله السياحيه دي بيستفيد، بتاع الفلوكه بقى وبتاع المرشد السياحي، انت متخيل اندستري عامله ازاي، اللي بتاع السيفونير اللي اشترى منه. فانت بتنشط فعلا مش بس الدكاتره، لا هي السياحه العلاجيه. ما هي السياحه العلاجيه هتبقى سليمه لو اتعملت كده، هي المفروض تبقى كده، ومعايير الجوده بتاعتها كده. صعب ان كل الناس تلتزم بكده طبعا، اللي في الاخر المنافسه هي اللي هتحكم بالظبط، ولكن صعب ان كميه الناس تلتزم بالدرجه بتاعه الكواليتي دي بالظبط. وعشان كده شركات كتير سقطت، لانه للاسف شغل نفسه في حاجات مش محترمه مع عملاء مش محترمه، في حاجات الليجل، كله عك على بعضه. ايوه، لان هو كان معتقد ان المريض هيجي يعمل ترانسجندر وهتعدي، كان معتقد ان هي هتيجي تعمل مش عارف ايه برازيليه وهتعدي. حصل مشاكل عشان الاماكن اللي تحت السلم اللي بيعملوا فيها، واشتكتهم وخربت بيتهم وقفلت عليهم. يعني انت بس البرازيليه دي مش الليجل، يعني ما اقصدش، انا بتكلم يعني حاجات بيبقى في حاجه اسمها برازيليان از وحاجات، ما انا عارف مش الليجل. لا انا بتكلم في حاجات معينه، ان في حاجات بتبقى نافعه وحاجات لا، فاهم. فلو حد مثلا هيعمل حاجه ما كانش مصرح بيها او حاجه مش مسموحه، يا اخي ده في مشاكل كبيره جدا في حاجات نقل الاعضاء، وبيدخلوا في حاجات يعني مثلا يبقى في مريض يقول لك انا عايز اعمل غسيل كلى، عايز اعمل عمليه نقل كلى، بس مش عندي دونر متبرع، يقول له هنوفر لك الدونر. ففي ناس بتخش في حاجات تجاره اعضاء اصلا. ايوه، وحد يجيبوا ان حد فقير وحد معين، يبقى في يعني خلاف، نبعد عن الوحش، خلاف الجوده الجميله. أيوه. اللي بتتكلم عن الحاجات الجميله والمعايير العالميه اللي زي تيموس، فاللي بيبقى عايز انه يشتغل في حاجه قويه وجميله زي دي، فده بيفرق جدا جدا، وده اللي احنا بنسعى عليه. فتخيل انه بعد ما يعمل الجوله السياحيه دي، نفس السايكل اللي بنقول عليها، ان الليموزين اللي هيوصله للمطار، والشخص اللي بالصين يستقبله في المطار القاهره. في مطار القاهره مصر الطيران عامله مسار طبي اصلا للحالات الطبيه، بيمشي بشكل معين لحد ويل تشير، لحد ما يوصل لحد الشخص اللي هيستقبله بالصين في مطار الرياض، لحد الليموزين اللي هيوصله من مطار الرياض لبيته. فدي بقى اسمها ايه؟ patient journey. دورك فيها انك تعمل ايه في الجوده، حاجه اسمها patient experience management BX. حاجات الحمد لله واحد بيفخر بيها، انا من الناس اللي سيرتيفايد في البي اكس كبيشنت اكسبيرينس من الجامعه الامريكيه في القاهره، وبسعى ان شاء الله قريبا للشهاده الدوليه البورد الامريكي في تجربه المريض اسمه CPXP. فدي تبقى حاجه كويسه جدا من باب السعي للاحسان في جوده السياحه العلاجيه على قد ما نقدر. وعايز اقول لك ان زي ما انت قلت السمعه بتفرق وبتبان، فاللهم لك الحمد نجاحنا في مصر سمع بره مصر بشكل قوي جدا جدا. بقينا مش بس بنشتغل في السياحه العلاجيه الى مصر، لا بقينا بنشتغل في السياحه العلاجيه كمان الى السعوديه والى قطر. يعني احنا دلوقتي في ايام الحج، ايام العشر وقت تصوير الحلقات، احنا دلوقتي في الاف الحجاج اللي موجودين في مكه او المدينه، احنا اللي بنبقى مشرفين على الخدمات الطبيه الخاصه بيهم،
وموفرين ليهم الشبكات الطبيه قويه جدا، افواج سياحيه كبيره جدا وحملات سياحيه بنوفر في اشفاء المرافق الطبي، الطبيب والتمريض اللي بقى مرافق للفوج، اي حد حصل له كسر حصل له مشكله معينه بنوديه بسرعه للمستشفيات ومكونين الشبكه الطبيه اللي تتكون هناك. فده من ارقى الحاجات اللي بقى في السياحه العلاجيه الدينيه. فطورنا المبدا، يعني ما كانش في حاجه اسمها السياحه العلاجيه الدينيه، لا احنا طورنا النقطه دي، الدمج بين السياحه الدينيه كحج وعمره في السياحه العلاجيه الدينيه، في انك ازاي تعمل ميديكال اسيستنس ليهم في الخدمات الطبيه اللي يحتاجوها، يبقوا عارفين هيروحوا فين والمين. فدي طبعا بتبقى نقطه قوه قويه جدا. وطورنا كمان حاجه اسمها السياحه العلاجيه الخيريه. السياحه العلاجيه الخيريه زي ايه؟ في جمعيات قلب قويه جدا جدا مثلا في قطر او في السعوديه او في الكويت. الجمعيات دي بتتكلف بعمليات القلب المفتوح مثلا للمرضى مثلا، تمام؟ فأقل تكلفة انت ممكن تجيبها لعملية قلب مفتوح في مستشفى في السعودية مثلا ممكن تكون رينج 50,000، ولو لجمعية أقصى حاجة ممكن هي تجيب مثلا 45,000 50,000 في الرينج ده، 50,000 ريال. اللي أنا عايز أقوله لك إن نفس التكلفة دي إحنا بنعمل بيها عمليتين لمريضين وفي دار الفؤاد. اوكي. فده اسمه السياحة العلاجية الخيرية اللي بتساعد في الاستدامة، السستينابيليتي، وده اللي بتسعى ليه الجمعيات الصحية في المملكة مثلا. انك ليه 50,000 اعالج بيها مريض واحد لما ممكن اعالج بيها مريضين؟ بالظبط. فاحنا مميزين جدا جدا اللهم لك الحمد في الموضوع ده في المملكة، في إدارة الخدمات الطبية والأجهزة الطبية اللي بتبقى مطلوبة للجمعيات الخيرية الصحية اللي في المملكة. مثلا معهم 100,000 ريال هيشتروا بيهم 10 أجهزة. إحنا بنعمل تندرز وبيدنج ما بين الشركات وبعضها، نخلي نفس 100,000 ريال يشتروا 15 أو 20 جهاز بدل 10 أجهزة، فده يساعد في الاستدامة. اوكي. فتلاقي ان في جمعية كبيرة جدا ما شاء الله زي اسمها جمعية الأوقاف الصحية، وجمعيات كبيرة هنا جمعية تفاؤل، جمعيات كبيرة جدا جدا في المملكة. احنا الحمد لله بنتشرف ان احنا الشريك الطبي ليها اللي بنعمل معاهم خدمات قوية جدا بشكل قوي جدا. وبدأت ان جمعيات اخرى بتشارك معاهم يقولوا خلوا اشفاء يجيبوا لنا زي ما جابوا لكم اسعار كويسة في الاجهزة وفي الخدمات اللي انتوا بتقدموها. فدي بتبقى نقطة قوية قوي. فيبقى انت اتكلمنا على السياحة العلاجية العامة، السياحة العلاجية الدينية، السياحة العلاجية الخيرية، بمجال جميل جدا وحلو جدا، وبنسعى في تطوير ده يوم بعد يوم. في قطر كنت في مؤتمر قطر ميديكير. احنا الحمد لله ربنا اكرمنا في قطر بحاجه قويه قوي كاشفاء قطر، ان اكبر مسابقه لرياده الاعمال في قطر تبع وزاره الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اسمها تسمو اكسلريتور. تسمو اكسلريتور دي مسرعه اعمال هناك قويه جدا جدا، بيشارك فيها ناس من كل انحاء العالم، وفيها شركات من امريكا من سيليكون فالي نفسه، وحاجه قويه جدا. اللهم لك الحمد. ربنا أكرمنا في إشفاء بأن احنا فزنا في مسابقة تسمو وخدنا المركز الأول الحمد لله في الهارت تيك، وبيبقى 4 تراكس، فكان في 4 فائزين، فإحنا الحمد لله فزنا بالمركز الأول. والسبونسرز للجائزة من قطر إيرويز ومايكروسوفت واتش بي وأوريدو ومعلوماتية، في حاجة قوية جدا جدا. فإحنا كنا في أحد المؤتمرات، فمساعد وزير الصحة قطر، ودي ليها فيديو حتى على لينكد إن، وهو بيقول يعني هتساعدنا في ملف السياحة العلاجية في قطر، فتقول نساعدنا. فمن الحاجات اللي كان شرف كبير جدا جدا ليا فيها ان انا شاركت كسبيكر في مؤتمر قطر ميديكير في محاضرة بعنوان Shaping the Future of Medical Tourism in Qatar. فدي كانت حاجة قوية جدا جدا. فاحنا الحمد لله مش بس حاليا بندير السياحة العلاجية في مصر، لا احنا الحمد لله بقى الدول الاخرى بتستقدمنا لهذا الهدف، سواء في السعودية أو في قطر أو غيرها، وعاملين نجاحات قوية جدا. وبنشكر طبعا حاجة زي بنك كيو دي بي عشان يساعدنا ان احنا نعمل شغل قوي في قطر، ادانا فري ريزيدنس اقامه مثلا لمده 3 شهور ويجددها عشان تبقى يعني يقعد يقول لك مثلا انت السعوديه بتاخدك مننا فلما موجود في قطر يقول لك انت قطر بتاخدك مننا. فانا مبسوط بده ان احنا الحمد لله نكون بنمثل مصر تمثيل مشرف. انت لو تبص على اخر بوست كنت انا كل الافرع اللي فتحتوها ما شاء الله نجاح في كل فرع الحمد لله، وبنتملكها كلها اللهم لك الحمد. دي نقطه جميله جدا. يعني احنا الحمد لله الشركه اشفاء في المملكه الحمد لله هي حاجه اسمها رخصه الرياديه، يعني انا من الحاجات اللي بتشرف بيها الحمد لله انها رخصه مستثمر، اقامه مستثمر. فدي حاجه قويه جدا.
عدد قليل من الشركات اللي بتوافق لهم المملكه ووزاره الاستثمار ان هو يعمل شركه برخصه رياديه بفضل الله مملوكه ليه بنسبه 100%. فدي نقطه قويه جدا، اللي هو غير الشكل التراديشنال العادي انك بتدخل مثلا مع شركه، فدي شيء مش سهل يعني. أيوة. احنا شركائنا في المملكه ووزاره الاستثمار شخصيا، فدي حاجه قويه الواحد بيشرف بيها، والحمد لله بنساهم في رؤيه 2030 بشكل قوي، وسعداء جدا جدا بالدعم القوي اللي بتقدمه المملكه لينا بصراحه، يعني مشكورين جدا جدا. وكذلك في قطر، احنا الحمد لله عندنا شركتين في قطر. الشركه الاولانيه كان لها قصه جميله جدا جدا، ازاي ان ساتسفايد كاستمر يحصل له ترانسفورميشن انتو انفستور. ان كان بدايه قصه اشفاء قطر اصلا، احنا ما كانش في خطتنا الاستراتيجيه ان احنا نفتح في قطر اصلا، احنا كان في خطتنا ان احنا نفتح في السعوديه. فكان في عندنا احد شركائنا كانت بدايه معرفته بينا ومعرفتنا بيه ان احنا والدته كانت عامله عمليه معينه في الركبه ومحتاجه تمريض منزلي لرعايه والدته. فالحمد لله ربنا اكرمنا واستعملنا فيه رعايه والدته بشكل قوي جدا ومتابعه قويه جدا جدا ليها مده 3 شهور. والحمد لله اعجب بشغلنا جدا جدا. ولا يا جماعه المفاجاه اللي انتم ما تعرفوهاش ان انا اصلا انفستور اصلا. أوكي. وانا كنت عايز اعمل فكره زي فكره شركتكم دي في قطر، فانا هفتح لكم فرانشايز اشفاء في قطر. فكانت حاجه قويه جدا جدا الحمد لله. فده كانت قصه الشركه الاولانيه في قطر، وقصه ليه قطر اصلا او أيوة. بدات ازاي. الحاجه الثانيه احنا بعد ما كسبنا تسمو، فكسبنا الحمد لله من QFC اللي هو قطر فاينانشال سنتر، شركه هديه مجانيه اللهم لك الحمد في قطر، لا اعفاء ضريبي للفائزين في المسابقه. فدي كانت حاجه قويه. كان بيبقى في حاجه اسمها ويب سامت قطر، فويب سامت قطر كان بيبقى فيها برومو كود كده معين انك تقدر تقدم في QFC على شركه ليها اعفاءات ضرائبيه وجمركيه ومصاريف التاسيس بتاعتها مجانا مده اول 4 سنين وكده. وتسمو طبعا ساعدونا كتير. فبقى اللهم لك الحمد عندنا شركتين في قطر. فانا عايز اقوله الناس بتديك دعم، وانت لما بتنجح وبتعمل شغل كويس ده بيفرق معاك. بيقدروا الكواليتي، بيقدروا الكواليتي. الكواليتي هي الاصل. يعني عايز اقول لك على حاجه، الهيئه الاساسيه للرعايه الصحيه في قطر اسمها مؤسسه حمد. مؤسسه حمد كده يعني كانها بتدمج ما بين وزاره الصحه وكذا دور هناك كده. كل مستشفيات مؤسسه حمد بالكامل JCI اكريديتد، كلها معتمده باعلى اعتماد في العالم. اوكي. فهناك هم بيقدروا الجوده بشكل غير طبيعي. في هناك مستشفيات بقى للسياحه العلاجيه معموله بشكل قوي قوي. مستشفى اسمها ذا فيو، ومستشفى اسمها كوريان ميديكال سنتر. المستشفيتين دول يعني مستشفى ذا فيو هي اول مستشفى في قطر يبقى ليها تصنيف عالمي وتاخد JCI 8th edition اللي هو احدث اصدار على الاطلاق. فهم بيهتموا بالجوده جدا جدا في كل حاجه. فاللي انا عايز اقوله ان ناس كتيره بتدرس الجوده عشان يكون موظفين جوده. اللي فرق معانا في اشفاء الحمد لله حاجه جميله قوي يا عمر. عارف قول الله تعالى ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا. اللي انا عايز اقوله لك ان احنا ربنا اكرمنا ان احنا لما طبقنا اللي احنا بنقوله وبندرسه للناس في الجوده في اشفاء ومع المرضى في اشفاء، ربنا اكرمنا جدا والله، وربنا وفقنا والشركه نجحت جدا جدا جدا. واحنا لسه ستارت اب شباب صغير من غير ممولين، كلنا ليفل الفاميلي اند فريندز من السمول انجل انفستورز الصغيرين اللي معانا اللي امنوا بحلمنا من البدايه. يعني انا كنت المستثمر الاساسي في اشفاء من البدايه، يعني مش جبنا مثلا فلوس حد وشغلناها او جبنا انفستورز خالص خالص. شغالين بفلوسنا بمساهمات قليله جدا، والحمد لله ربنا بيكرمنا وبنتقدم اول باول. وفعلا اقوى ماركتنج هو عميلك الراضي. يعني من الجمل اللي انا مؤمن بيها جدا جدا ان your satisfied customer is your best marketeer. انا مؤمن بكده. مين افضل حد هيسوق لك؟ مش الفلوجر ولا الانفلونسر وكده، وان كان ده مؤثر، ولكن العميل الراضي عنك ده هو اقوى دعايه ليك. يعني انا كنت لسه وانا في الدوحه قريب كان في 2 من اصدقائنا بيشرحوا لنا وبيعملوا لنا دعايه قويه جدا جدا لسلسله هايبر ماركتس هناك اسمها مونوبري فرنسيه. هي ازاي الاثنين وهو كل واحد ده عنده كذا، وهناك الكروس وعم شايف ده هناك البيتزا ب35 بدل 100، ده هناك مش عارف ايه. فقول يا جماعه انتم لو كنتم ماركتيرز عندهم مش هتتكلموا بالقوه دي. ايوه. فقلت فعلا قد ايه your satisfied customer your loyal customer is your best marketeer. فالنصيحه لاي حد عايز ينجح في اي بزنس
انه يحاول يرضي العملاء اللي موجودين في البيزنس ده على قد ما يقدر، وهم دول اكتر ناس هيروجوا لهذا البيزنس. يعني واحنا عايزين نتكلم مثلا في بودكاست جودة مثلا، مين افضل ناس يروجوا لبودكاست جودة؟ الناس اللي شافوه مثلا على اليوتيوب او على المنصات المختلفة وعلقوا في الكومنتس ان هم استفادوا من الكلام اللي احنا بنقوله، ونشوف طلباتهم ورغباتهم ونتواصل معاهم ونعمل معاهم انجيجمنت ونسمعهم ونرد. لما يحبوا البودكاست هم اكتر ناس هينشروا بعد كده. دي حقيقة. انا حقيقي اتشرفت بيك يا دكتور حبيبي والله ربنا انت حضرتك مش متخيل انا قد ايه سعيد بالحلقة دي. انا الاسعد. انا دي اطول حلقة نعملها. شرف ليا والله. عارف ليه؟ لان دي اكتر حلقة انا ما حسيتش بالوقت فيها. حبيبي والله يا رب تكون كويسة وتعجب كل المشاهدين اللي بيشوفوها. ودخلنا في مواضيع كتيرة كلها مفيدة من منك كطالب لحد ما تفتح شركة. انت اتجوزت في النص على فكرة. اتجوزت حد مؤمن بيك. شكرا يا دكتور. شكرا لك يا حبيبي والله. انا مقدر جدا ان حضرتك جيت. انا بشكرك جدا والله على الدعوه الجميله دي، واتمنى يا رب الناس يعني يعجبها البودكاست، وهنهتم بكل عميل هيشوف البودكاست ويقول لنا الفيدباك بتاعه. يعني انا ان شاء الله هتابع الكومنتس واحد واتمنى احنا نتواصل مع بعض ان شاء الله. ولو اي حد تواصل معاكم محتاج اي استشاره اي دعم احنا معاكم تحت امركم، ما نقدرش ان احنا نتاخر عن اي حد. وممكن يعني في برضو محاضرتين مجانيين يقدر اي حد ان هو يستفيد منهم لأي حد عايز يبدأ الكارير باث تو هيلث كير كواليتي. عاملين ليها محاضره او هنحطها في الديسكربشن. هنحطها في الديسكربشن. او الكارير باث للهيلث كير مانجمنت عشان حد عايز يبدا كارير كواليتي ويعمل ايه وايه الشهادات وايه الكلام ده، هيلاقي محاضره بالتفصيل بيجاوب على كل اسئلته. حد عايز يبدا في الهيلث كير مانجمنت ويعرف ايه الشهادات وايه الكورسات وايه الدراسات العليا، هيلاقي كل الاجابات على اسئلته. لو حد عاوز يبدا خطوات في الليدرشيب والمانجمنت والكواليتي، هيلاقي ان احنا عاملين على منصه زي منصه المنتور مثلا كورسات. انت عارف المنتور مش بيبقى كله كورس واحد، لو بيبقى اشتراك لكل المنصه كلها. ايه فهتلاقي ان في مثلا واحنا بنتكلم في الجوده يعني حاجه ننصح بيها الناس، ممكن نحط لهم اللينك بتاعها، كورس اسمه سنه اولى جوده بس. اوكي. خصوصا لو حد ما بيحبش الجوده، ازاي ممكن يحب الجوده؟ او حد مش عارف هو الناس في الجوده دول بيعملوا ايه او بايه وظيفتهم بالظبط، او هي اساسيات الجوده التي لا يسع عامل في اي بزنس جهله عن الجوده. فيلاقي سنه اولى جوده هتفرق معاه جدا جدا. هيلاقي في حاجه لاساسيات اداره المستشفيات البرنسبلز اوف هيلث كير مانجمنت. لو حد حابب يتعلم ليدرشيب وتيم بيلدينج وتيم ووركينج وتيم مانجمنت بشكل قوي، هيلاقي في كورس في القياده هيفرق معاه جدا. فنتمنى نفيد الناس وربنا يبارك فيك ويكرمك. شكرا ليك باذن الله. ربنا يخليك يا دكتور. شرفت بيك جدا يا حبيبي. شكرا. طبعا كل المحاضرات والمصادر تحت الدكتور كان قال لنا عليها هنحطها تحت في الديسكربشن. وطبعا الحساب بتاع اللينكدين بتاع الدكتور هيبقى برضه تحت على الديسكربشن لو حد عايز يتواصل معاه في اي استشاره في اي حاجه. اعتقد ان الدكتور مش هيمانع. تحت امركم يا حبيبي. واتمنى تكونوا استفدتوا من الحلقه يا رب. وقولوا لنا لو عايزين بارت 2 مع الدكتور في السعوديه. انا اتشرف يا ريت والله. ونقعد نركز بقى الحلقه في الكلام عن السعوديه بقى ونركز في السعوديه في الحلقه ان شاء الله. يبقى من الرياض بقى باذن الله. شكرا شكرا لك يا حبيبي. باي باي. شكرا لك.